أهلا بيك في فيلم على فرازة. في عالم الجريمة الحقيقة دايما غامضة ومعقدة، وكل جريمة وراها لغز، وكل لغز وراه عقل بيحاول يحله. النهاردة معانا تجميعة قوية من أفلام جرائم القتل والتحقيقات، فيها مطاردات وألغاز معقدة وقتلة محدش متوقعهم. جهز نفسك لأن كل فيلم مليان تفاصيل كتير. ولو بتحب النوعية دي من الأفلام ما تنساش تدعمنا بلايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش عشان يوصلك مننا كل جديد. ويلا نبدأ أول فيلم. تبدأ الأحداث مع تقرير في الأخبار عن سلسلة جرائم قتل للرجالة وستات، والجرائم دي ارتكبها قاتل متسلسل لسه ما اتقبضش عليه في مدينة اسمها ليتل روك. وبنروح لواحد بتجيله رسالة من بنت على موقع تعارف اسمه سكرت 3 ستات، والبنت بتقوله في الرسالة على عنوان يقابلها فيه. ولما بيوصل للمكان اللي قالت له عليه بيلاقيها سايباله ورقة بتعرفه فيها إنها عملت له مشروب عشان يشربه، والمكان بيكون مليان مانيكانات كتير. والراجل أول ما بيشرب المشروب بيبدأ يدوخ وبيقرب إنه يفقد وعيه، وبيشوف بشكل غير واضح البنت اللي جايه لها وهي خارجه من حمام السباحه. والبنت بتقرب عليه وبتقوم واقفه وراه وبتقتله بسكينه. وبننتقل بعد كده للمحقق براين، كان موجود في الكنيسه مع مراته وبنته، وبيبص على شماله بيلاقي شاب صغير بيبص له، وبراين بيتفزع وبيطلع انه كان بيتخيل الشاب ده. ولما بيخرج بيتكلم مع واحده من الحضور اسمها مارسي، جوزها مختفي بقاله كذا يوم، وبراين بيطمنها انهم بيدوروا عليه واكيد هيلاقوه. وبيجي لبراين بلاغ انهم لقوا جثه جديده، وإن اللي مات هو ضحية للقاتل المتسلسل، فبيروح لمكان الجثة هو وزميله لوك، وبتكون هي جثة الراجل اللي اتقتل من شوية. وأسلوب القاتل المتسلسل ده في القتل هو إنه بيذبح ضحاياه وبيفصل راسهم عن جسمهم وبيحط على جسم اللي بيقتله راس مانيكان. ومفيش ولا مرة البوليس قدر يلاقي رؤوس الضحايا المختفية. والراجل اللي اتقتل ده بيعرفوا من رخصة العربية بتاعته إن اسمه ريكي ماكلوم، وهو ده زوج مارسي اللي براين قابلها في الكنيسة. بعد كده في الاسم براين ولوك ورئيسهم هاول بيسألوا مارسي شوية أسئلة عن السلوك المعتاد لجوزها وإن كان ليه مشاكل مع أي حد ولا لأ، وبيسألوها كمان إن كان على علاقة بواحدة تانية لأنهم لقوا أوقية ذكرية في عربيته. بس مارسي بتأكد لهم إن جوزها عمره ما خانها قبل كده وما كانش ليه أي أعداء. تاني يوم براين بيفتش في تليفون ريكي ماكلوم اللي لقوه في العربية، وبيلاقوا الرسالة اللي كانت مبعوتة له من حد عن طريق موقع التعارف، بس مش بيقدروا يعرفوا مين اللي بعت الرسالة لأنهم لازم في الأول يدخلوا على موقع بحساب ريكي. وهوالد رئيس الشرطة بيجتمع مع براين ولوك وبيعرفهم إن في محققة جديدة اسمها جاكلين جاية عشان تساعدهم في التحقيق. وبراين ولوك بيرفضوا لأن دي قضيتهم ومش عايزين حد يجي يحلها لهم، بس هاول بيصر إنها تساعدهم في القضية عشان يخلصوها بسرعة، ودي أوامر جاية له من رؤسائه. وبيروحوا هما الاتنين مع جاكلين للكنيسة وبيسألوا الأب لوسون إن كان سمع باسم موقع سكرت 3 ستات قبل كده، أو مثلا أي حد ذكر اسم الموقع في اعترافه. بس لوسون بيعرفهم من أول مرة يسمع اسم الموقع ده. وبتيجي واحدة اسمها سابرينا وبتقول لهم أنا سمعتكم أنتوا بتتكلموا، زميلتي في السكن فانيسا كانت بتستخدم الموقع ده وبقالها 3 أيام مختفية. وسابرينا بتروح معاهم عشان توري لهم آخر مكان كان ظاهر على تليفونها إن فانيسا كانت موجودة فيه، لأن تليفوناتهم هما الاتنين مربوطين ببعض. وعرفتهم إن آخر مرة اتكلمت مع فانيسا كانت ساعتها موجودة في بار اسمه 1836، وفانيسا كانت عايزة سابرينا تروح لها على هناك. ولما سابرينا وصلت البار لقت فانيسا بتركب العربية مع حد بس ما خدتش بالها هو مين. وبعد شوية بيوصلوا لبيت قريب من الموقع اللي على تليفون فانيسا، ومش بيكون في حد موجود في البيت، وبيلاقوا جثة فانيسا مقتولة بنفس طريقة القاتل المتسلسل. وزمايل براين في القسم وصلوا عشان يعاينوا مسرح الجريمة. وجاكلين بتعرف إن البيت متسجل باسم واحد اسمه روبرت هيدجز، وروبرت ده كان عنده ابن اسمه تشارلي، ومن 20 سنة تشارلي ذبح أبوه وقطع راسه، ومن وقتها وهو مختفي وما ظهرش تاني. وبيشكوا إن تشارلي هو القاتل المتسلسل الحالي. وبراين بيقول يعني القاتل بتاعنا بيعمل كل ده عشان عنده مشاكل أبوية؟ ولوكو بيتضايق وبيقول مشاكل الأب ممكن تأثر عليك طول عمرك، مش سهل إنك تعيش مع أب بيغضب بسرعة. أنا أبويا ما كانش وطاق وكان دايما عنيف وبيحب الضرب، ومش حاجة سهلة إنك تعيش مع واحد زي ده. وبيرجع براين بيته وبيحلم إنه بيقرب على مقطورة سكنية، وبيصحى من النوم وده نفس الحلم اللي على طول بيحلم بيه وبيقوم بسببه مفزوع من النوم. أما لوك فبيروح البار اللي سابرينا قالت عليه يمكن يعرف حاجة، وهناك بيتعرف على واحدة اسمها تانيا بتشتغل في المكان. أما جاكلين فبتكون بتشوف تقرير عن قضية حصلت من سنة في المدينة هنا، والقضية كانت لمراهق عمره 17 سنة اسمه بنجامين هاريسون، اتقتل بالرصاص جنب المقطورة اللي عايش فيها. والشرطة استبعدت وقتها انه يكون انتحر ولسه ملقوش القاتل لحد دلوقتي. وام هاريسون قالت ان البوليس هو اللي قتله، بس البوليس قبض عليها ولقى معاها كمية مخدرات كبيرة وبسبب كده اتسجنت. تاني يوم جاكلين بتعرف براين ولوك انها عملت ايميل مزيف على موقع التعارف عشان يمكن يقدروا يوصلوا للقاتل بما ان ضحاياه كانوا بيستخدموا نفس الموقع. وفعلا واحد اسمه ألجوس اتواصل معاها على الحساب بتاعها، وكان واضح من طريقة كلامه انه شخص عنيف واحتمال يكون هو القاتل اللي بيدوروا عليه. وجاكلين اتفقت معاه انهم يتقابلوا النهارده بالليل. وبالليل براين ولوك حطوا لها اجهزه تنصت عشان يكونوا سامعين كلامها مع الراجل ويقدروا يسجلوا المحادثه بينهم، وهي هتحاول تستدرجه في الكلام عشان تعرف ان كان هو القاتل ولا لا. وبراين ولوك هيكونوا مراقبينها بالعربيه.
والجوس بيوصل وجاكلين ركبت معاه عربيته ومشوا من المكان، وبريان ولوك كانوا ماشيين وراهم. والجوس كان لابس قناع مغطي وشه، وجاكلين كانت بتحاول تفتح معاه اي حوار بس هو ما كانش بيتكلم خالص. وبعد شويه وقف على جنب بالعربيه وهجم عليها عشان يعمل معاها علاقه، وجاكلين حاولت تبعده بس وهي بتبعده عنها السماعه اللي مركباها ظهرت وهو شافها، فقام هجم عليها وفضل يضربها. وبريان ولوكا راحوا عندها بسرعه والجوس طلع يجري لما شافهم، وبريان جرى وراه لغايه ما قرب منه وهدده بالسلاح وقدر يوقفه. بس فجاه بريان اتخيل الشاب اللي شافه في الكنيسه وما بقاش قادر يتنفس ودروخ، والجوس استغل الفرصه وقدر يهرب. بعد كده باقي افراد البوليس بيوصلوا وبيعرفوا من رخصة العربية انها باسم ترافيس ريد، وكمان لقوا رسالة مبعوثة لترافيس من واحد اسمه جون ستالون، وجون ستالون ده هو رئيس طائفة بيعبدوا الشيطان. تاني يوم براين والباقيين بيروحوا عند جون ستالون، بس لوك بياخد براين على جنب وبيقول له انا دورت ورا جاكلين وعرفت انها مش محققة ولا حاجة، وطلعت انها من قسم الشؤون الداخلية وجاية تفتش علينا وتراقبنا. ولما بيقابلوا جون بيسألوه عن ترافيس ريد وإن كان يعرف مكانه، فبيعرفهم إن ترافيس انضم للطائفة بتاعته من 6 سنين بعد ما زهق من الكنيسة العادية، وهو ما تواصلش معاه خالص من ساعة ما اختفى. بس لو عايزين يوصلوا له يسألوا القسيس لوسون اللي في الكنيسة، وبيروحوا عند القسيس لوسون وبيسألوه عن ترافيس، بس بيقول لهم إنه ما يعرفش حد بالاسم ده. ولوك بيكون متأكد إن لوسون بيكذب وبيداري على ترافيس. وبالليل براين بيروح لبيت بعيد في الغابة، وجاكلين بتكون موجودة هناك وبيسألها انت ليه ما قلتليش انك من الشؤون الداخلية، فبتقول له انا لسه منقولة لقسم الشؤون الداخلية قريب جدا، وجابوا لي ملف وتقرير عنك انت ولوك عشان ادرس الملف، فاضطريت ان اجي هنا. وبنعرف ان براين وجاكلين يعرفوا بعض اصلا من 6 شهور وعلى علاقة ببعض. وبراين بيسألها ايه اللي كان مكتوب في التقرير اللي جالك، فبتعرفه ان التقرير كان عن قضية هاريسون، وهاريسون ده هو الشاب اللي براين على طول بيحلم بيه وبيتخيله. وبتقول له المفروض انها كانت عملية ضبط مخدرات ازاي انتهت بان الشاب مقتول بالرصاص، وكمان ما كانش فيه فلوس في المقطورة اللي عايش فيها، مع ان المعلومات بتقول انه كان بيتمم صفقة مخدرات والفلوس موجودة معاه. وبراين بيفتكر لما كان بيهجم على المقطورة بتاعت هاريسون هو وامه، وكان موجود فعلا شنطة فيها فلوس، بس قال لجاكلين ما كانش فيه فلوس ولا حاجة واحنا لقينا هاريسون مقتول لما وصلنا. وجاكلين بتقول له انا كنت متأكدة ان مفيش اي حاجة غلط عليك، وعشان كده قبلت ان اشتغل على الملف عشان اثبت الكلام ده وان مفيش عليك غلط. بعد كده بنشوف جاكلين وهي لسه بتدور في ملف القضية وبتتصل بحد وبتقول له في شوية تناقضات في قضية هاريسون. تاني يوم لوك بيراقب القسيس لوسون وبيكلم براين وبيقول له انه متأكد ان لوسون على علاقة بترافيس، بس بيطلب منه ما يعرفش جاكلين لانه مش مرتاح لها. وبراين بيوصل عنده وبيشوف لوسون وهو داخل الكنيسة ومعاه شنطة كبيرة، فبيدخلوا ورا الكنيسة. وفجأة ترافيس بيجي من ورا لوك وبياخد منه المسدس بتاعه وبيهددهم بيه، وبراين بيرفع عليه السلاح، بس لوسون بيحاول يهدي الموضوع وبيقنع ترافيس انه يسلم المسدس اللي معاه، وترافيس فعلا بيسمع كلامه والاتنين بيتقبض عليهم. بعد كده في القسم جاكلين بتحقق مع ترافيس وبتسأله يعرف لوسون منين، وترافيس بيقول لها انه يعرف لوسون من لما كانوا صغيرين وكان على طول لوسون بيساعده. ولما لوسون عرف ان ترافيس انضم للطائفة اللي بتعبد الشيطان حاول يساعده انه يسيبهم ويرجع تاني للكنيسة. ولما بتواجهه عن شكهم ان هو القاتل بيقول لها انه ما قتلش حد ولا حاجة، كل الموضوع انه عامل ايميل على موقع التعارف عشان يعرف عن طريقه بنات، ولما حاولوا يمسكوه هرب منهم عشان ما يتقبضش عليه لانه خايف امه تعرف اللي بيعمله، وكمان مش عايزها تكتشف موضوع انه من ضمن طائفة عبدة الشيطان. واما لوك وهاول بيحققوا مع لوسون وبيعترف انه يعرف ترافيس وكان مخبيه في الكنيسة لانه متأكد انه ما اذاش حد وكان عايز يساعده انه يرجع للكنيسة مرة تانية ويسيب عبدة الشيطان. وقال لهم انا عندي معلومة هتفيدكم في القضية اللي شغالين عليها، وعرفهم ان في حد قال له ان القاتل المتسلسل بياخد ضحاياه لبيت موجود في منطقة ريد ووتر فارمز، بس انا مش هقدر اقول لكم مين اللي قال لي كده عشان محدش يأذيه. وبراين وجاكلين كانوا بيسمعوا التحقيق من بره وبيخرجوا بره القسم يتكلموا، وبيطلع ان البيت اللي في منطقة ريد ووتر فارمز هو نفس البيت اللي هما بيتقابلوا فيه، وكان كل مرة بيتقابلوا فيها براين بيأجره كذا يوم. وجاكلين بتقول له معنى كده ان في حد عايز يوقعنا ويدبسنا احنا في جرائم القتل الا اذا كنت انت القاتل. وبراين بيقول لها انت عارفاني كويس اكيد مش انا، على العموم انا هتصرف وهروح امسح كل بصماتنا من المكان. وبالليل في حد بيروح لبيت سابرينا، ولما بتفتح له الباب بتطلع انها عارفاه، والشخص اللي جالها ده بيقتلها بمسدس. تاني يوم هاول بيكلم الطبيب الشرعي وبيقول له يرجع يشرح جثة هاريسون مرة تانية. وبراين والباقيين بيروحوا يهجموا على البيت اللي في منطقة ريدوتر فارمز وبيلاقوا جثة مقتولة بنفس الطريقة ولابسة جاكيت أحمر. وبراين بيفتكر هاريسون ليلة ما هجم عليه لأنه كان لابس جاكيت زيه بالظبط، فبيدوخ وبيخرج بره وبيفتكر اللي حصل ليلة الهجوم على هاريسون. وبيطلع انه راح المقطورة اللي كان عايش فيها هاريسون هو وامه كانت موجودة في المقطورة ومعاها الفلوس. وهاريسون كان خرج وحاول يهرب بس براين جرى وراه وهدده بالمسدس، وفجأة رصاصة ضربت في راس هاريسون. وبنشوف لوك وهو واقف جنبه وموجه المسدس عليه، وحاليا لوك بيخرج يفوق براين. بعد كده براين بيروح لجاكلين وبتكون شاكة ان هو القاتل المتسلسل، بس بيأكد لها انه ملوش اي علاقة بالموضوع.
وبتقول له انهم لازم يعترفوا بعلاقتهم لان الموضوع كده كده هيتعرف لو بحثوا في سجل الناس اللي اجروا البيت. بس براين بيرفض لانهم كده هيفقدوا وظايفهم، لان ما ينفعش هما الاتنين يكونوا على علاقه ببعض، وكمان مراته هتعرف انه بيخونها وهتسيبه وهتاخد بنتهم. وفي الاسم لوك بيتكلم مع هاول وبيحكي له عن حالات فقدان الوعي اللي بتيجي لبراين، وبيقول له انه حاسس ان في حاجه غلط في براين بس مش عارف هي ايه بالظبط، وبيأكد عليه ما يعرفش براين انه قال له اي حاجه. والطبيب الشرعي بيجي ولوك بيسمعه وهو بيقول لهاول ان الرصاصه اللي اتضربت على راس هاريسون كانت من مسدس تابع للشرطه. وبالليل براين بيروح للوك وبيحكي له على علاقته بجاكلين، وانهم كانوا بيروحوا البيت اللي في منطقه ريدوتر فارمز. ولوك بيقول له ممكن تكون جاكلين هي اللي عايزه تدبسك في موضوع القتل بسبب غيرتها من وضعها ووضع مراتك، لان علاقتكم في السر وهي مش عاجبها كده. في الوقت ده جاكلين بتتصل على هاول رئيس الشرطه وبتحكي له عن علاقتها مع براين. اما براين فبيرجع بيته وبيعترف لمراته انه بيخونها مع جاكلين. تاني يوم بيروح براين للكنيسة وبيقول للعامل اللي هناك اللي اسمه جوبل إن القسيس لوسون قال له إن القاتل بياخد ضحايا البيت اللي في منطقة ريدوتر فارمز، بس ما قاليش مين اللي قال له. وجوبل بيقول له أنا اللي قلت له. لوك زميلك جه هنا وقال لي إن القاتل بياخد ضحايا البيت ده، وسألني إن كنت سمعت حاجة عن الموضوع، بس عرفت إن ما أعرفش أي حاجة، وطلب مني إن لو سمعت أي حاجة بقى أعرفه، ونبه عليا ما أجيبش سيرة لحد إن هو اللي قال لي المعلومة بتاعة البيت. بس أنا عرفت القسيس لوسون الكلام اللي هو قاله. وبراين ما بيكونش فاهم ليه لوك عمل كده وعرف منين اصلا موضوع البيت. ولوك اتصل بيه وقال له هاول عايزنا دلوقتي. وفي الاسم هاول بيقول لهم التحقيقات اثبتت ان ليله الهجوم على هاريسون كان موجود معاه شنطه مليانه فلوس، برغم ان انتوا قلتم في التقرير بتاعكم ان ما كانش فيه اي فلوس معاه، وكمان انتوا قلتوا انكم لقيتوه مقتول اصلا قبل ما توصلوا، بس التشريح اثبت انه مقتول برصاصه من مسدس الشرطه. وبراين ولوك فضلوا متمسكين بروايتهم، فقرر هاول انه يوقفهم عن العمل لغايه ما التحقيق يخلص. بعد كده براين اتكلم مع لوك وعرفه انه عارف من العامل جوبل ان هو اللي قاله على موضوع البيت، وسأله ليه نشرت اشاعة البيت ده وجبت المعلومة منين اصلا. ولوك بيقول له مش انا اللي نشرت الاشاعة دي، اللي قال لي ان القاتل بياخد الضحايا اللي البيت ده هي بنت اتعرفت عليها للبار اللي سابرينا قالت لنا عليه بس مش عارف اسمها. ولوك بيكون شاكك ان جاكلين هي القاتل المسلسل، وبيقول لبراين انا دورت وراها وعرفت ان تان جوزها وابنها ماتوا في حادثة من سنتين، ومن ساعتها هي ما بقتش طبيعية، وممكن جدا تكون هي اللي بتحاول تلبسك موضوع القتل ده. في الوقت ده جاكلين بتروح لإلينا زوجة براين وبتكون شاكة إن هو القاتل، بس إلينا ما بترضاش تقابلها لأنها عرفت خلاص علاقتها بجوزها، وجاكلين بتقول لها إنها احتمال تكون في خطر لأن براين مشتبه فيه إن هو القاتل، وكمان في احتمال إنه يكون قتل شاب مراهق من سنة اللي هو هاريسون. بس إلينا مش بتتجاوب معاها في الكلام وبتقفل الباب في وشها. ولما براين بيرجع البيت بيلاقي إلينا مراته وبنته مش موجودين، وبتكون سايبه له رسالة بتقول له فيها إنها حاسة إن الوضع ما بقاش أمان، فقررت إنها تبعد فترة هي وبنتهم. تاني يوم البوليس بيجي يفتش بيت براين، وكان من ضمنهم لوك بعد ما هاول رجعه الشغل، لان بعد ما جاكلين اعترفت لهاول بعلاقتها ببراين بقى براين مشتبه فيه في جرائم القتل لانه كان بيأجر البيت كتير ومعاه مفتاحه. وبما ان القسيس لوسون قال لهم انه عارف ان القاتل بياخد الضحايا هناك فبكده بقى براين مشتبه فيه. والبوليس بيبدأوا يدوروا في البيت، والمفاجأة انهم بيلاقوا راس سابرينا موجودة في المخزن بتاع البيت. ولوك بيتعصب على براين لانه كان بيخدعه طول الفترة اللي فاتت وطلع هو القاتل الحقيقي، وبراين بيتقبض عليه. وفي التحقيق براين بيفضل يقول لهاول انه بريء وان في حد بيحاول يوقعه، وبيطلب منه مهله انه يثبت براءته، هو بس عايز كام ساعه يخرج فيهم من الاسم حتى لو متكلبش وعليه حراسه لانه متاكد انه يقدر يثبت براءته، وهاول بيوافق على كلامه. وبراين بياخد لوك وجاكلين واتنين كمان وبيروحوا للبار اللي اسمه 1863 اللي سابرينا كانت قالت لهم عليه، وبيكون عارف من البنت اللي لوك قابلها في البار واسمها تانيا. وبراين بيسأل تانيا انت اللي قلت لوك ان القاتل بياخد ضحايا للبيت الموجود في منطقه ريدوتر فارمز؟ وتانية بتقول له ايوه انا قلت له كده لان زميلتكم جاكلين دي هي اللي قالت لي على الموضوع ده. وجاكلين بتتعصب وبتقول انها عمرها ما قابلت الست دي قبل كده وما جاتش المكان ده اصلا. وبراين بيقول انه عايز يكلم هاول عشان ياخد اذن بتفتيش بيت جاكلين، بس جاكلين بتقول له مش لازم تستنوا اذن تفتيش، تعالوا فتشوا بيتي دلوقتي. وفعلا بيروحوا بيتها عشان يفتشوه، ولوك بيلاقي مانيكان متخبي في بيتها، وجاكلين بتستغرب وبتقول انها ما تعرفش المانيكان ده جه هنا ازاي، وكده بقت هي المشتبه فيه الرئيسي في القضيه، وكمان هيتوجه لها تهمه انها بتحاول تدبس براين في القضيه. ولما بتلاقي الكل بدأ يبص لها بتطلع مسدسها وبتهددهم عشان ما يقبضوش عليها لأن على حسب كلامها هي بريئة وبتهرب بالعربية. ولوك بيطاردها وبراين بيركب معاه وما بيبقاش عايزه يطاردها، بس المطاردة تفضل مستمرة بينهم لغاية ما جاكلين بتفقد السيطرة على عربيتها وبتتقلب بيها وبتموت. وبراين بيفتكر اللي حصل ليلة الهجوم على هاريسون، واللي حصل إن لما هاريسون حاول يهرب براين هدده بالمسدس ووقفه، وهاريسون حط إيده في بنطلونه عشان يطلع بطاقته، بس براين فكر إنه بيطلع مسدس وضرب عليه نار بسرعة وقتله. وحاليا عدى كذا يوم والقضية اللي شغالين عليها اتقفلت إن جاكلين هي القاتل المتسلسل اللي بيقتل الناس، وهاول كان عايز يرجع براين للشغل مرة تانية،
بس براين رفض وعرفه انه قتل هاريسون بالغلط، ولوك ساعده انهم يداروا على الموضوع. وقال لهاول انا ما اعترفتش وقتها بالموضوع لان مستقبلي المهني كان هيتدمر وكنت هتفضح وحياتي هتبوظ، والفلوس اللي كانت موجوده مع هاريسون لوك اخدها مقابل انه يداري عليا وما يعرفش حد اني قتلت هاريسون. وبعد ما براين خرج هاول كلم المساعده بتاعته وخلاها تصدر قرار بوقف لوك عن العمل والتحقيق معاه. وبالليل براين بيرجع بيته، بس فجأة حد بيجي من وراه وبيضربه على راسه وبيغمى عليه. ولما براين بيفوق بيكون لسه دايخ وبيكون موجود في مكان مليان مانيكانات، وهو ده نفس المكان بتاع القاتل المسلسل اللي ارتكب فيه جريمة القتل اللي كانت في أول الفيلم. وبيطلع إن لوك هو اللي هجم عليه وهو القاتل الحقيقي. وبراين بيكون مربوط ولوك كان مخدره. ولوك بيقول له القضية خلاص خلصت وجاكلين لبستها وخلاص كنا هنكمل حياتنا عادي، بس انت رحت الهول واعترفت عليا وعرفت اني اخدت الفلوس وبسببك اتوقفت عن العمل وكان لازم انتقم منك. ولوك بيقول له ابويا كان مصمم ازياء نسائيه وكان بيخون امي كتير جدا، والموضوع ده اثر على نفسيتها وما استحملتوش وماتت. ولما انا كبرت قررت انتقم منه وقتله وذبحته وفصلت راسه عن جسمه. وبيطلع ان لوك هو تشارلي هيدج اللي قتل ابوه. وبيجي المشهد على قتل ريكي اللي مات في الاول، وبيطلع ان لوك كان لابس باروكه وعشان ريكي كان متخدر ما خدش باله ان لوك راجل مش ست. وموضوع خيانة أبو لوك لأمه خلى لوك متعقد وقرر ينتقم من أي حد بيخون مراته أو أي واحدة بتخون جوزها. وبراين قال له طب وسابرينا قتلتها ليه؟ هي ما خانتش حد. ولوك بيقول له كان لازم أقتلها عشان تكون دليل عليك. في الأول فكرت إن دبسك أنت في الجرايم فاخترت بيت بعيد وحطيت في جثة سابرينا وحطيت لك راسها في بيتك، بس من سوء حظك إنك كان فعلا لك علاقة بالبيت ده لأنك كنت بتقابل فيه جاكلين، فبقى الموضوع دليل زيادة عليك. بس لما توقفنا عن العمل بسبب جاكلين قررت ان انتقم منها هي وادبسها في الجرايم، فدفعت فلوس لتانية عشان تقول لي ان جاكلين هي اللي قالت لها على موضوع البيت، ويبقى كده واضح ان جاكلين هي القاتل الحقيقي وان هي اللي كانت بتحاول تدبسك انت في الموضوع. وبراين بيفضل يشتمه وبيقول له انت زي ابوك بالظبط ما تفرقش عنه حاجه. فلوك بيتعصب عليه وبيضربه وبيشدوا لحديقه البيت وهو مربوط وبيفضلوا يضربوا بعض. ولوك بيطلع سكينه صغيره وبيفضل يجرح بيها براين وبيفضلوا يضربوا بعض لغايه ما لوك بيحاول يخنق براين، وبراين كمان بيحاول يخنقه في نفس الوقت بالحبل اللي مربوط في ايده. وبعد كذا يوم بنشوف براين في المستشفى ومعاه مراته وبنته، وبيطلع ان هو اللي قدر يخنق لوك الاول وخلاه يفقد الوعي وبلغ البوليس ولوك اتقبض عليه وهيتحاكم على كل الجرائم اللي عملها. وهو اللي بيروح لبراين وبيرجع له الشارة بتاعته وبيقرر يرجعه الشغل. وموضوع قضية الشاب هاريسون بيفضل سر بينهم. وبكده نبقى خلصنا أول فيلم. لو فاكر إنك شفت جريمة قوية فتابع معانا الفيلم التاني. المرة دي احنا قدام قاتل بيلعب لعبة أكبر وكل جريمة عنده جزء من خطة مرعبة لهدف أكبر. يلا نبدأ الفيلم التاني. بيبدأ الفيلم مع حطاب ماشي مع كلبه في غابة ثلجية، والكلب بيشم ريحة غريبة وبيبدأ يمشي وراها، والحطاب بيحصله وبيلاقي ترابيزة صغيرة وسط الغابة وعليها طبق متغطي ومكتوب على الشجرة اللي في المكان جملة بتقول تعالى وشاهد. وأول ما بيشوف اللي في الطبق بيترعب جدا وبيبلغ البوليس. ولما بيوصلوا بيتكلموا محقق تاني عشان يشارك في القضية، وهو ده المحقق بريسلين. عايش مع ولاده أليكس وشون لوحدهم بعد ما أمهم ماتت بالسرطان، بس واضح إن العلاقة بين بريسلين وأليكس ابنه مش كويسة. وبيوصل بريس للمكان الواقعة وبيشوف اللي في الطبق وبتكون أسنان بشرية مخلوعة وعليها دم. والظابط بيقول لبريسلر احنا كلمناك عشان انت الوحيد اللي عندك خبرة في علم طب الأسنان الجنائي. بعد كده في اسم الشرطة بيقول بريسلان لكروبا مديره انه عمل فحص للأسنان وان دي أسنان شخص في الثلاثينات وانه مدخن وسكير ومش نباتي، وواضح من علامات الضغط على الأسنان انها اتخلعت والضحية كانت عايشة وكان بيحاول يقاوم. وبالليل بيفكر بريسلين وزميله ستينجري في القضية وما بيكونوش فاهمين المعنى المقصود من كلمة تعالى وشاهد اللي مكتوبة على الشجر، وليه كتبت على 4 أشجار في الاتجاهات الأربعة. تاني يوم بيكون بريسلين مع أولاده في درس في الكنيسة وبيجيله اتصال من الشغل بجريمة جديدة فبيضطر يمشي، وبيدي لأليكس فلوس عشان يروحوا. وبيكون واضح إن أليكس زعلان عشان بيسيبهم وبيمشي لأن دي ما بتكونش أول مرة. وبيوصل بريستن لمكان الجريمة وبتكون جثة واحدة اسمها ماري متعلقة من كذا مكان في جسمها في هيكل حديد بخطافات زي بتاعة الصيد، وبطنها مفتوحة ولابسة سلسلة على شكل سيف، ومكتوب على الجدران حواليها نفس الكلمة تعالى وشاهد. وإزاز الشباك بيكون مدهون باللون الأحمر. وبريستن بيستنتج إن أكيد اللي عملوا كده كانوا أكتر من واحد عشان يقدروا يشيلوها ويعلقوها. وبيبص على الأرض بيلاقي آثار رجول حامل كاميرا معلمة في السجادة، ومعناها إن اللي عملوا كده صوروا اللي حصل. وماري هي أم ل3 بنات، الكبيرة فيهم اسمها كريستين، وكريستين هي بنت تم تبنيها يعني هي مش بنت ماري، وهي اللي شافت جثة ماري لما رجعوا من بره. وبعد شوية أبوهم سبيتس بيوصل بعد ما عرف الخبر، وطبيب الشرع توك بيقول لبريسلين إن الضحية كانت حامل واللي قتلوها أخدوا الجنين من بطنها. وكريستين بتروح لبريسلين وبتسأله إن كان هيمسك اللي عملوا كده في أمها، فبيقول لها أوعدك إن هحاول أمسكهم، وبيديلها الكارت بتاعه عشان لو احتاجت حاجة. وفي المشرحة الدكتور توك بيقول لبريسلين إن اللي قتل ماري طعنها بأداة حادة في الرئة، والطعنة أصابت الشريان الرئيسي فقام الدم تدفق للرئتين، والضحية غرقت من جوه في دمها.
والموضوع ده خد حوالي ساعة وهي بتتعذب كده لغاية ما ماتت. بس التوك ما بيكونش متأكد إن كان اللي قتلوها قصدوا يعذبوا الضحية بالطريقة دي، لأن الموضوع شبه مستحيل إن حد ينشن إنه يجرح الرئة في المكان ده بالذات بالدقة دي كلها. بعد كده بيروح بريسلين ياخد أليكس ابنه من المدرسة وبيكون متأخر كالعادة، ده إذا أصلا لقى وقت يروح له لأنه في العادي ما بيروحلوش بسبب شغله. وهم في الطريق بيعدوا على مسرح، فبريسلين بيقول له ده مسرح البوليتان اللي قابلت أمك فيه أول مرة. وأليكس بيقول له عارف، كل مرة بنعدي من هنا بتقول لي نفس الجملة. وبيعرض على ابوه انهم يروحوا سوا يتفرجوا على ماتش سله النهارده، وبيعرفوا ان واحد صاحبه كان معاه تذاكر زياده واليكس اشتراهم منه من الفلوس اللي ابوه بيسيبها لهم كل مره عشان يركبوا تاكسي لما بيسيبهم وبيروح الشغل. وبريستن بيوافق عشان يقضوا وقت مع بعض واليكس بيفرح جدا. ولما بيروحوا بيلبس اليكس وشون الملابس الفرقه وبيدهنوا وشهم بلون الفريق وبيكونوا مبسوطين انهم خارجين سوا. بس بتيجي لبريسلين مكالمه انهم لقوا جثه تانية فالخروجه بتتلغي، وهو برضه بيكون زعلان بس ما يقدرش يسيب القضيه وبيضطر يمشي. والضحية هو واحد اسمه ستيفن سيلفا، بيشتغل مدرس وعايش لوحده. سيلفا بيكون مقتول بنفس الطريقة ومعمول في جثته نفس اللي معمول في الجثة الأولانية، وبرضه ميت غرقان في دمه، ونفس الجملة مكتوبة على الجدران، وفي آثار أقدام في المكان، وبرضه اللي قتلوه كانوا بيصوروا الجريمة. بس المرة دي سيلفا لابس سلسلة على شكل ميزان. وستينجري بيعرف بريسلين إنه بحث عن الخطافات والهياكل المعدنية اللي الجثث متعلقة فيهم، وعرف إنها غالية ومصنوعة من الفولاذ ومش سهل إن حد يلاقيها ولازم تتصنع مخصوص بالطلب. وفي جماعات من المهووسين بالوشوم بيستخدموا الحاجات دي للزينة. وهم واقفين بيسمعوا صوت جاي من الخزانة فبيفتحوها وبيلاقوا واحدة متكتفة ومحبوسة جوه وشبه مغمى عليها وبينقلوها للمستشفى. وبيروح بريسلين عشان يشوف تسجيل الكاميرات اللي في الدور اللي فيه شقة سيلفا، وبيلاقي إن الأسانسير طالع للدور اللي فيه الشقة الساعة 4 صباحا، ولكن مقصوص من تسجيل الفيديو 10 ثواني وهي المدة اللي خرج فيها القتلة من الأسانسير عشان يدخلوا الشقة، وبعد كده مقطوع برضه 10 ثواني الساعة 7 صباحا وهو الوقت اللي خرجوا فيه من الشقة ودخلوا الأسانسير، وبعدها الأسانسير نزل. وبيوصل بريستن لمحل بيعمل وشم وبيقابل بانكسي صاحب المحل وبيوريله صور الهياكل المعدنية اللي الجثة كانت متعلقة فيهم. وبانكسي بيقول له إن في حد بعت له فاكس من شهر وطلب منه يعمل له 4 هياكل وبعت له مواصفاتهم، والهياكل اللي في الصور دي هي فعلا 2 من الهياكل اللي هو عملهم، بس هو ما يعرفش مين الشخص ده لأن كل الناس اللي بانكسي بيتعامل معاهم بيحبوا يخلوا هويتهم مختفية. وبيرجع بريستن على اسم الشرطة وبيحكي لستينجري عن مقابلته مع بانكسي، وبيقول له أكيد في ضحايتين كمان لسه هيتقتلوا لأن بانكسي عمل 4 هياكل. وبيعرف منه إن البنت اللي لقوها في شقة سيلفا اسمها ويتي جاكوب وحاليا في غيبوبة، وكانت متجوزة واحد اسمه جاريسون جاكوب ولكنهم اتطلقوا ومخلفين طفلين عايشين معاه، وواحد من الطفلين سيلفا كان هو المدرس بتاعه، وحاليا جاريسون جاكوب ده مختفي. تاني يوم بريستن بيكون فاتح ملف القضية وابنه شون بيشوف صورة من مسرح الجريمة لكلمة تعالى وشاهد، فبيسأله معناها ايه وايه هو اللي يشاهده. فبريسلين بيفكر في معنى الكلمة وبيفتح قاموس الجمل والعبارات وبيدور على الكلمة دي وبيلاقي إنها مقتبسة من كلمة في سفر رؤى يوحنا في الإنجيل. فبيروح يدور في الإنجيل عن السفر ده وبيكون بيتكلم عن نهاية الزمان وعن الفرسان الأربعة اللي هيظهروا ويعلنوا نهاية العالم. وكلمة تعالى وشاهد بيقولها كل فارس من الفرسان الأربعة وهم بينفذوا مراحل نهاية العالم. وبيروح بسرعة على الاسم وبيقول لكروبا وستينجري إن جرائم القتل دي هي عبارة عن مراسم وأدلة القتلة بيقدموها عشان نعرف إنهم موجودين، وبيقرأ لهم السفر وبيقول إن الفارس الأول هو الفارس الأبيض والتاني هو الفارس الأحمر وده بيمثل الحرب وبيكون شايل سيف زي السلسلة اللي ماري كانت لابساها، وأما الفارس التالت هو الفارس الأسود وبيمثل الوباء وبيكون ماسك ميزان في إيده زي اللي سيلفا كان لابسه، وأما الرابع هو الأخضر وده بيمثل الموت. وفي الاسم بيشرح بريسنن لزمايله طبيعة القضية، وبيقول إنهم بيدوروا على مجموعة قتلة قتلوا شخصين ومتوقع يقتلوا 2 كمان، وإنهم مشتبهين في جاريسون جوز الست اللي لقوها في شقة سيلفا، وبيقول إن الفارس الأحمر نفذ الجريمة الخاصة بيه خلاص، وإحنا متوقعين إن جاريسون هو الفارس الأسود اللي رمزه الميزان، والفارس الأخضر أكيد هو اللي قتل الجثتين لأنهم ماتوا بنفس الطريقة، أما القائد فهو الفارس الأبيض وكان بيتفرج عليهم في كل الجرائم، لأننا لقينا نفس آثار الأقدام في مسرحين الجريمة، وصاحب آثار الأقدام دي كان واقف ثابت في مكانه وما اتحركش في المكان. لو لقينا الشخص ده هنلاقي الباقيين. وبالليل بيجي لبريسلين اتصال بجثة جديدة، ولما بيوصل بتكون جثة جاريسون ومقتول بنفس الطريقة وغرقان في دمه في غرفة في فندق. والدكتور توك بيقول لبريسلين أنا كنت غلطان، الموضوع مش صدفة، أكيد القاتل قاصد يعمل الجرح في المكان ده بالتحديد في الرئة، كل الجرائم كانت بنفس الطريقة، ومعنى كده إننا بندور على حد ماهر في الطب سواء دكتور أو شخص عادي مهووس بالطب. وبينزلوا يشوفوا في السجلات جاريسون وصل امتى الفندق وبيعرفوا انه وصل من كام يوم، وكان بيقول للموظفين انه هيفضل هنا للابد. وبريسل متعصب وبيقول ان جاريسون كان عارف ان عليه الدور وهيموت سواء كان مشتبه فيه او ضحيه، فهو خلاص مات بكل اللي يعرفه. وبيرجع بريسلين بيته وبيتكلم مع ابنه وبيحاول يحسسه انه موجود في حياته، فبيقول له انه هيوصله بكره مدرسه، واليكس بيفرح جدا
بس تاني يوم بيضطر بريسلين يخرج بدري، وكالعادة بيسيب فلوس التاكسي لأليكس وبيمشي. وكريستين بنت الضحية الأولى بتتصل على بريسلين وبتطلب تقابله، وبتكون عايزة تتكلم مع أي حد وخلاص. وبتحكي له عنها وهي صغيرة لما كانت في الملجأ، وبتحكي إن ماري وسبيتس جوزها راحوا الملجأ عشان يتبنوا طفل، لأن ماري ما كانتش بتخلف واتبنوها لما كان عندها 8 سنين. ولما عاشت معاهم كانت أسعد أيام حياتها، لغاية ما ماري حملت وخلفت مرتين، مع إن ده كان مستحيل يحصل في حالتها الطبية. ومن بعدها حياة كريستين اتغيرت وما عادش حد بيهتم بيها خالص. بتسأل بريسلين الناس ليه بيعملوا في بعض كده، وبتقول له أنا آسفة، وبتدي له كيس وبتقول له ما كنتش أعرف إن ده جواها. وبيطلع إن الكيس موجود فيه الجنين اللي كان في بطن أمها. وبننتقل للاسم، وبيكون بريسلين قبض على كريستين وبيسألها قتلت أمها ليه. فبتقول له عشان انتقم من أبويا، هو كان بيحبها جدا. يبقى ليه قتله هو؟ أنا قتلها هي لأن موتها هيخليه يتعذب طول ما هو عايش. وبيسألها ليه سلمت نفسها دلوقتي واعترفت إنها اللي قتلتها. فبتقول له كنت عايز أتكلم معاك. وما بيعرفش يطلع منها بمعلومات مفيدة. وبيروح هو وستينجري يفتشوا غرفتها وبيلاقوا سيديهات، ولما بيفتحوها بيلاقوا فيها الفيديو بتاع أمها قبل ما تموت وهي عمالة تتعذب. وكريستين كانت بتقول لها في الفيديو انت بتتعذبي دلوقتي زي ما انا كنت بتعذب طول ال10 سنين اللي عشتهم معاكي. كنت دايما بتعامليني على اني مش موجوده وماليش اهميه، وان في خلاص حد جالك وحل مكاني اللي هم اولادك، ودلوقتي انت اللي مش هتكوني موجوده. وبيلاقي بريستن الانجيل بتاع كريستين، وبيكون في صور سبيتز ابوها بالتبني كان مصورها لها، وطلع انه كان بيرغمها تعمل معاه علاقه طول السنين اللي فاتوا. وسبيتز بيرجع البيت وبيهجم على بريسلين لانهم بيفكروا حرامي، بس بريسلين بيضربه وبيواجهه بالصور وبيقول له انت رجعت البيت دلوقتي بعد ما تشمع عشان تدور على الصور دي. وسبيتز بيقول له ان كريستين مش غلبانه ولا بريئه زي ما هي مصوره، وبريسلين بيقبض عليه. وبيرجع بريستين عند كريستين وبتقول له انت شفت الصور؟ عرفت ليه بقى انا سلمت نفسي؟ كان لازم حد يلاقي الصور والفيديو عشان سبيتز يعرف ان مراته اتعذبت وهي بتموت زي ما هو عذبني طول السنين اللي فاتت. وبيسالها طب والباقيين سيلفا وجاريسون عملوا لك ايه؟ وكريستين بتقول له لازم 4 أشخاص يموتوا عشان تعلن نهاية العالم، 4 فرسان ب4 تضحيات. ولما بيرجع بريستين بيته بيلاقي أليكس عامل تورته بمناسبة عيد ميلاد أمه، فبيقول له مش هينفع نفضل نعمل كده كل سنة، هي خلاص ماتت. والكلام بيحتد بينهم، وبريستين بيقول لابنه أنا زعلان على فراقها زيك بالظبط، بس أنا بحاول أداري، أنا كنت معاها لحظة بلحظة في رحلة علاجها وفراقها صعب عليا. وأليكس بيتعصب عليه وبيقول له بس أنت ما كنتش موجود وقت ما هي ماتت، كنت في الشغل. أيا كانت القضية اللي كنت شغال عليها، هل كانت أهم من إنك تكون جنبها وهي بتموت؟ تاني يوم دكتور توك بيطلب من بريستون يروح له، ولما بيروح له بيديله ميموري، والميموري ده لقاه في بطن جاريسون، بيقول انهم اكيد اجبروه يبلعه. فبريستون بياخد الميموري للشخص التقني اللي في الاسم عشان يعرف له اخر مره الميموري استخدم كان فين، وفعلا بيعرف العنوان وبيوصله عنده. وبيروح بريستون ومعاه قوه من البوليس، بس هما داخلين المبنى بيشتغل جهاز انذار، فبيقتحموا المكان بسرعه وبيلاقوا واحد بس جوه وبيقدر يهرب قبل ما يشوفوا وشه. وجهاز الانذار بيشغل نظام حريق الناس اللي في المبنى كانوا مجهزينه، والمكان كله بيولع بكل محتوياته. وبريسلين بيلمح موقع مفتوح على الكمبيوتر مكتوب عليه احنا الا شيء، وبيحاول ينقذ اي حاجه من الموجوده عشان تكون دليل بس ما بيقدرش. وبعد الحريق ما بيخلص بتكون كل حاجه اتدمرت ما عدا هارد واحد بس، وبيديله للشخص التقني عشان يحاول يعرف ايه اللي موجود عليه. وبننتقل لواحد اسمه كوري وهو قاعد في مطعم، وبيجي له تايلر اخوه. وكوري بيقول له انا طلبت لك قهوه، وبيتكلموا مع بعض. وكوري بيساله انت ليه مش داعمني وواقف جنبي؟ تايلر بيتعصب عليه بيقول له انا عمري ما هوافق ان اخويا يكون شاذ، وبيفضل يزعق له. فكوري بيبدا يعيط وبيقول له انا كنت جاي النهارده على امل ان المقابله دي تنتهي بشكل مختلف. تايلر بيبدا يحس انه تعبان وبيخرج عشان كوري يوصله بعربيته، وواحد بيخرج وراهم من المطعم وبيطلع سكينه وبيحاول يسرق كوري، فبيقوم كوري يطلع اداه حاده بسرعه وبيطعنه بيها في بطنه. وتايلر بيكون اغمى عليه بسبب المخدر اللي كوري حطه له في القهوه. وبيوصل بريسلين وستينجر للمكان لان في حد بلغ عن اللي حصل، وبيكون الحرامي لسه عايش وبيحكي لهم عن اللي حصل، وبيقول لهم ان الشخص اللي هاجمني قال لي ما تخافش انا ما اصبتش اي عضو حيوي عندك وهتعيش. فبريسلين بيعرف ان ممكن يكون الشخص اللي ضرب الحرامي هو واحد من الفرسان الاربعه اللي بيدوروا عليهم، وبيخلي الحرامي يوصف شكله للرسام الجنائي وبينشروا الرسمه في الاخبار. وفي ممرضه في مستشفى بتتعرف على الصوره من الاخبار وبتبلغ البوليس، وبيعرفوا ان دي صوره واحد اسمه كوري كورت بيشتغل ممرض في المستشفى. وبيروح على شقته وبيعرفوا ان هو الفارس الاخضر. وبننتقل عند تايلور بيفوق يلاقي نفسه متعلق بخطافات من كل جسمه، وعينيه متعلقه بخطاف من تحت الجفن عشان ما يقدرش يرمش ويفضل يبص قدامه. وكوري بيكون موجود وتايلور بيفضل يترجى انه يفكه وبيتاسف له انه ما كانش بيدعمه قبل كده وما كانش معاه، بس كوري بيقول له خلاص الوقت فات وجزائك انك تشوف اللي هيحصل وانت مش قادر تعمل حاجه. وبيحقن نفسه بمخدر وبيمسك منشار كهربي وبيفتح بيه صدر نفسه وبيموت. تاني يوم بيوصل بريسلين للمكان اللي فيه تايلور بعد ما حد سمع صوت صريخه وبلغ البوليس، وبيكون مكتوب كلمة تعالى وشاهد. وتايلور بيكون عايش بس في حالة صدمة، وكوري طبعا بيكون خلاص مات، وبيفهم ان كوري فعلا واحد من الفرسان الاربعة. وبيروح عند كريستين وبيعرفها ان كوري مات، وبيسألها اتقابلوا ازاي، بس هي ما بتجاوبوش وبتقول له اللي زينا بيلاقوا بعض، مش مهم تقابلنا ازاي، المهم اننا بنوصل رسالتنا للعالم وللناس اللي تخلوا عننا.
وبيسألها ازاي يلاقي الاتنين الباقيين، وبتقول له انت مش هتلاقي الفارس الاسود، اما القائد فهو اللي بيلاقيك مش انت اللي بتلاقيه، زي ما هو اللي لقانا كلنا وجمعنا. وبيرجع بريستن بيته وبيخرج هو واليكس يتغدوا في مطعم، وبيعتذر لأليكس ابنه انه ما كانش موجود معاه لما امه ماتت. واليكس بيقول له الموضوع مش ساعتها بس، انت بعد ما هي ماتت وانت ما بقتش موجود. وبريسلين بيوعده انه هيكون موجود في حياتهم اكتر من كده بمجرد بس ما يخلص من القضيه اللي في ايده. تاني يوم في القسم مدير بريسلين بيكون عايزه يشتغل على قضيه جديده، لان القضيه دي خلاص خلصت باعتبار ان الاربع ضحايا موجودين، ماري وسيلفا وجاريسون وكوري. بس بريسلين بيقول له القضيه لسه ما خلصتش، احنا لازم نقبض على الشخصين الباقيين من الفرسان. الهارد اللي لقيناه كان متسجل عليه الموقع ده، وبيوري له موقع على الكمبيوتر وبيكون مكتوب فيه تاريخ بكره، وبيقول له الفرسان دول عايزين يوروا العالم النهايه هتكون عامله ازاي، واكيد التاريخ ده هيحصل فيه حاجه بكره، وبيقنعه يفضل شغال على القضيه. وبيفكر بريستن وستينجري ازاي يوصلوا للاتنين الباقيين. وبريستن بياخد باله ان اول مره في الغابه كلمه تعالى وشاهد كانت مكتوبه 4 مرات، وفي تاني جريمه لما ماري اتقتلت، وفي تالت جريمه لما سيلفا اتقتل كانت برضو مكتوبه 4 مرات. لكن مسرح جريمه جاريسون في الفندق المراسم ما كانتش كامله، الكلمه كانت مكتوبه 3 مرات بس، وما كانش فيه خطافات متعلق منها ولا هيكل معدني زي كل مره. معنى كده ان جاريسون مش هو الضحيه الثالثه، وان كوري هو الضحيه الثالثه، معنى كده ان في لسه ضحيه كمان. وبيروح لكريستين الزنزانه وبيقول لها جاريسون هو الفارس الاسود وما هوش ضحيه من الاربعه، ليه قتلتوه؟ فبتقول له هو اللي طلب اننا نقتله لانه خذل اطفاله لما اخدهم من امهم وبعدها سابهم لاهله يربوهم وبعد عنهم. وبريستن بيسالها يبقى كده في لسه ضحيه كمان، مين الضحيه الرابعه؟ بس هي ما بتجاوبوش. تاني يوم بريسلين بيدور في السجلات الطبية لكريستين وكوري عشان يمكن يلاقي الرابط بينهم، وبيكتشف انهم كانوا بياخدوا جلسات علاج نفسي عند نفس الدكتورة، وهي الدكتورة أنيت ريتشاردسون، واكيد اتقابلوا في الجلسات عندها. وبريسلين بيربط الاحداث ببعض وبيقول ان كريستين كانت قاصده من الاول ان امسك انا القضية، عشان كده اول دليل ظهر كانت الاسنان، واكيد كانت عارفة ان كده همسك انا القضية بسبب خبرتي ودراستي في علم الاسنان الجنائي. هي قصداني انا وعيلتي. لما مراتي ماتت أليكس راح جلسات علاج نفسي عند نفس الدكتورة دي اللي هي الدكتورة أنت، واكيد كريستين وزمايلها خططوا انهم يأذوا عيلتي. وبيروح بريستن عند مدرسة شون ابنه عشان ياخده، وستينجري بيروح على بيت بريستن عشان يطمن على أليكس، وبيتصل بريستن بمدرسة شون في الطريق وبيتأكد انه موجود، وستينجري بيتصل عليه بعد ما بيكون وصل البيت بس الخط بيقطع فجأة. فبيروح بريستن على بيته وبيلاقي ستينجري مغمى عليه ومضروب، وبيدور على أليكس ابنه بس ما بيلاقيهوش، وبيدخل غرفته وبيلاقيها كلها مدهونة أبيض، وبيتصدم ان ابنه هو الفارس الابيض وهو القائد اللي جمع الثلاثه الباقيين. وبيلاقيه سايب له صوره للمسرح اللي قابل فيه امه قبل كده، وكاتب له على الصوره كلمه تعالى وشاهد. وبيروح بريستن عند المسرح بس أليكس بيهجم عليه وبيخدره، ولما بيفوق بيلاقي نفسه متكلبش في الكرسي وبمفاتيح وحاجته كلها بعيدة عنه. وأليكس بيكون معلق نفسه بالخطافات فوق المسرح وبيكون جرح نفسه عشان يغرق في دمه زي ما كوري كان بيعمل، بس هو عمل الجرح غلط. وبيفضل بريسلين يحاول يفك نفسه عشان ينقذ أليكس بس ما بيعرفش. وأليكس بيقول له احنا مش 4 بس، احنا كتير، ملايين من الناس جم الدنيا واهلهم رموهم وما اهتموش بيهم، والموضوع مش هينتهي لغايه ما الاباء يفهموا ان هم اللي هيجيبوا نهايه العالم على نفسهم لو ما اهتموش باولادهم. وأليكس بيكون مثبت كاميرا وبيعمل بث مباشر على النت للي بيحصل عشان الناس كلها تشوف تضحيه الفارس الابيض عشان يوصل رسالته للعالم ويشوفوا نتيجه افعالهم. وبيقول لابوه انت ما دخلتش غرفتي بقالك 3 سنين، بس لما انا بقيت الفارس الابيض انت اهتميت ودخلت غرفتي اخيرا. وبيبدا أليكس يرتعش وقرب يموت، وبريستن بيفضل يكسر في الكرسي لغايه ما بيقدر يفك نفسه منه، وبياخد مسدسه وبيضرب نار على السلسله اللي أليكس رابط نفسه بيها، وبيقع أليكس على الارض. وبريستن بيفضل يعتذر له انه ما كانش موجود جنبه طول السنين اللي فاتت، وبيوعده ان كل ده هيتغير، بس أليكس بيموت. كده خلصنا تاني فيلم، ولو الجرايم قبل كده كان ليها نمط ممكن يتفهم، المرة دي مفيش أي قواعد. اللي هنشوفه في الفيلم التالت هي جرايم قتل عشوائية بتحصل فجأة وبتسيب الكل تايه من غير أي خيط يمشي وراه. يلا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم في ليلة راس السنة في مدينة اسمها بالتيمور بحفلات كتير شغالة، بس فجأة الاحتفال بيتحول لرعب لما قناص غامض بيبدأ يضرب نار على الناس من مسافة بعيدة، وواضح إن القناص ما عندوش أي رحمة لأنه كان بيقتل أي حد في مدى بصره. وفي مكان قريب من الحادث بنتعرف على الشرطية المبتدئة إلينور، كانت بتحقق في خناقة بسيطة بين صاحب مطعم وزبون سكران، وفجأة بيجي لها اتصال عاجل من اسم الشرطة بيأمروا كل الوحدات اللي شغالة في قضايا مش خطيرة إنها تتجه لمكان الحادث. بتتحرك إلينور فورا على هناك، وبنعرف إن القناص ضرب نار على 25 ضحية، وبتوصل إلينور لبيت اتضرب فيه واحد من الضحايا بالنار من الشباك، وبتكتشف الشرطة إن كل رصاصات اتضربت من شقة معينة في الدور ال17 في واحد من المباني في المنطقة. بس أول ما بيكتشفوا كده الشقة بتنفجر فجأة، وده بيعمل فوضى كبيرة في المبنى كله، وبيبدأ السكان يجروا ويهربوا في حالة خوف. وخلال اللي بيحصل ده تبدأ إلينور تسجل فيديو احتياطي لوشوش الناس عشان لو مطلق النار كان بيحاول يهرب وسط الزحمة.
بعد كده بتروح الشرطة ورجالة الإطفاء للمبنى اللي كان مليان دخان، والإلينور كانت معاهم. وبعد ما بيدخلوا الشقة اللي انفجرت بيكتشفوا إن مفيش حد مات فيها. في الوقت ده كانت إلينور بتحاول تتنفس بالعافية وسط الدخان وبتفقد وعيها للحظات، بس المحقق اسمه ماك بيجري عليها وبيديلها قناع أكسجين وبيساعدها تفوق. بيوصل جيفري لامارك كبير محققين مكتب التحقيقات الفيدرالي، والفريق بلغه إن الشقة طلعت بتاعة راجل نرويجي موجود حاليا في مدينة أوسلو في النرويج. واتضح إنه أخد الشقة تخليص حق من واحد كان مديون له، ومن ساعتها وهو بيحاول يبيعها. بعد كده المشهد بينتقل لمركز الشرطة، ولامارك بيشرح للفريق النقاط الأساسية اللي محتاجين ياخدوا بالهم منها أثناء التحقيق. وبيقترح على كابلتون نائب حاكم الولاية إنه يقفل كل الطرق السريعة عشان يمنع القاتل من الهروب، بس كابلتون بيرفض وبيقول إنهم لو عملوا كده هتحصل حالة ذعر عامة وده هيكون وحش لصورة الحاكم. بعد كده بنشوف إلينور وشرطي تاني بيتكلموا عن القاتل، وده بيشد انتباه لامارك وبيطلب رأي إلينور في القضية. وهي بتقول إن القاتل بيحاول ينفس عن غضبه وعشان كده قتل 29 شخص، وإلا كان ممكن يقف بعد 2 بس. ولامارك بيسألها وهو متفاجئ ليه ما قتلش أكتر، فبترد إلينور إنه ممكن يكون خلاص نفس عن نفسه بالعدد ده، وكمان هي شايفة إنه هيهاجم تاني قريب. تاني يوم الصبح إلينور بيجيلها اتصال من رئيسها في الشغل بيقول لها إن لامارك عايز يقابلها في أقرب وقت ممكن، وبتروح وهي متلخبطة للكافيه اللي هتقابله فيه، وبتلاقي لامارك بيشد في الكلام تاني مع كابلتون اللي لسه برضه رافض ياخد أي إجراءات احترازية. وبعد ما كابلتون نائب الحاكم بيمشي وهو متعصب بتقعد إلينور مع لامارك وبيعرفها إنه عايزها تنضم لفريق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وبتتفاجئ من طلبه لأنها ما كانتش متوقعة حاجة زي كده. ولامارك بيوضح لها إن الموضوع مش بس عشان ذكائها الحاد، لكن كمان عشان شكلها مضطربة نفسيا زي القاتل وبتفكر زيه. في اللحظة دي بيوصل المحقق ماك، ولامارك بيقول لهم إنهم هيشتغلوا كفريق واحد من دلوقتي. بعد كده التلاتة بيوصلوا للمشرحة وبيشوفوا جثث الضحايا 29، وبيستنتجوا إن القاتل محترف جدا وممكن يكون أخد تدريب عسكري، لأن مفيش أي شخص عادي يقدر يقتل العدد ده بالدقة دي كلها. وبيلاحظ مارك إن الضحايا مختلفين في العرق والسن والجنس، وده معناه إن مفيش نمط أو رابط واضح بيتبعوا القاتل. وبيجيلهم ضابط بيبلغهم إن الشرطة لقت القاتل. وبعد كده بنشوف التلاتة واصلين لمكان القاتل، وكانت فرقة التدخل السريع محاصرة المبنى اللي موجود فيه. وبيوضح لهم عميل تاني من مكتب التحقيقات الفيدرالي اسمه فرانك إن المشتبه فيه هو ولد مراهق ساكن فوق الشقة اللي انفجرت، وأثناء ما الشرطة كانوا بيستجوبوه قفل على نفسه الباب وهدد إنه هيقتل كل الموجودين. وبيقول فرانك إن الولد ده كل المواصفات تنطبق عليه، عنده اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وبيغيب عن المدرسة بسبب التنمر المستمر، وبيقعد يتفرج على فيديوهات جماعات متطرفة طول اليوم، ومهووس بألعاب الفيديو العنيفة. وكمان عمه وداه نادي رماية الصيف اللي فات، يعني بيقدر يستخدم الأسلحة. بس برغم كل ده لامارك مش مقتنع إن المراهق ده هو القاتل. وإلينور بتفتكر إن كان في مرتبة في الشقة اللي انفجرت، وبتسأل ليه المرتبة كانت موجودة هناك لو كان القاتل فعلا ساكن في الدور اللي فوق على طول. بس فرانك بيطنش الملاحظات دي، وفريق التدخل السريع بيقتحم شقة المراهق اللي بيترعب جدا، وفي محاولة يائسة منه للهروب بينط من شباك غرفته وبيقع تحت وبيموت. وبعد الكارثة اللي حصلت الشرطة بتكتشف إن مفيش سلاح مع الولد، وده معناه إن الموضوع كان مجرد سوء تفاهم وإن مش هو القاتل. ولامارك بيقرر يتصل بالنقاشين اللي مالك الشقة اللي اتفجرت كان مأجرهم يدهنوا الشقة من سنتين، وكان معاهم مفاتيح الشقة وقتها. وبيحضر التلات نقاشين للتحقيق وهم رودني وهاينز وديمتري، ولامارك بيسأل كل واحد فيهم كان فين ليلة راس السنة، وكلهم بيقدموا أعذار مقنعة. رودني بيكون واضح عليه إنه شخص هادي، بس هاينز وديمتري كانوا متضايقين جدا بعد ما اتهموهم بالقتل بسبب شغل عملوه من سنين. بعد كده المشهد بينتقل بعد كام يوم لمول تجاري، بنشوف راجل كبير في السن بيقيس هدوم في البروفا، ولما بيخرج يشوفها راجل تاني بيدخل البروفا، وبعد شوية الراجل الكبير بيشتكي إن هدومه اختفت من البروفا. وفي نفس الوقت بنشوف في الحمام راجل غامض بيغسل جسمه من الحنفية بدل ما يستحمى، وبيطلع إن هو اللي سرق هدوم الراجل الكبير. وبيشوفوا واحد تاني ويبلغ الأمن، ولما الأمن بيروحوا للحمام بيكون الحرامي مشي خلاص، ولحسن الحظ قدروا يمسكوه في الكافيتيريا وهو بيحاول يسرق بواقي أكل. والحراس بيطلبوا منه كذا مرة يفتح شنطته لكنه بيرفض، وفجأة بنسمع صوت ضرب نار، وحرامي الهدوم والأكل هو اللي قتل حراس الأمن وكمان قتل ناس تانية كتير. وبننتقل لإلينور في محل أسلحة، وبتتكلم مع صاحب المحل عشان تجمع أي معلومات عن السلاح اللي القاتل استخدمه، بس كلامهم بيتقطع فجأة لما بيجيلها مكالمة عن حادثة مرعبة. وبتوصل إلينور عند المول التجاري وقلبها بيتقبض لما بتشوف المكان مليان جثث لمدنيين وظباط كتير. وبتروح عند لامارك وماك غرفة الأمن، وبيبدأوا يراجعوا تسجيلات الكاميرات، وبيكتشفوا إن القاتل رفيع وأبيض البشرة وطوله أكتر من 180 سنتي، بس وشه متخبي ورا الهودي اللي لابسه في كل اللقطات. ولاحظوا القميص بتاعه اللي رماه في فتحة الزبالة قبل ما يدخل الحمام، وقرروا ياخدوا القميص عشان تحليل الدي ان ايه. والنور بتقول ان الراجل ما جاش هنا عشان يقتل، لكن علشان ياخد اكل وهدوم وينظف نفسه.
وكمان لاحظوا انه ما اختارش من الاكل غير الخضار، وده بيدل انه نباتي. ولامارك بيستغرب من مهارة القاتل في استخدام السلاح، وده بيوحي انه مش بس اتدرب في الجيش لكن كمان اتولد وسط ناس ماهرين في الرماية. وشافوا في تسجيل الكاميرات القاتل وهو بيحط بحذر كذا قنبلة يدوية في سلة الزبالة، واللي استخدمهم عشان يقتل عدد كبير من الضباط مرة واحدة. وللأسف الشرطة مش بتقدر تلاقي القميص اللي القاتل رماه، لأن الزبالة اللي بره المول كانت اتنقلت بعربية الزبالة قبل إطلاق النار. وبيروح ماك وإلينور لمكب النفايات، وبيبدأوا يدوروا على قميص القاتل وسط الزبالة. وفي مكان تاني لامارك بيتعرض لضغط كبير من رؤسائه ومن كابلتون اللي مش فارق معاه أي حاجة غير إنه يحافظ على صورة الحاكم. وبيرجع ماك وإلينور ومعاهم قميص القاتل بعد ما قدروا يلاقوه، وده بيديلهم أمل صغير إنهم ممكن يوصلوا لحاجة عن طريقه. في اللحظة دي مذيع الأخبار بيعرض لقطات من حادثة المول، وبيطلب من المشاهدين يتواصلوا معاهم لو عندهم أي معلومات عن القاتل. وإلينور بتكمل تحقيقها في موضوع النقاشين التلاتة، ولما رجعت حسابات رودني البنكية اكتشفت إنه كان بينفذ أكتر من شغلانة في نفس الوقت. وبتظهر نتائج المعمل لقميص القاتل، وبيلاقوا عليه آثار كتير من شعر متساقط وضعيف، ودي حاجة بتكون شائعة عند الناس اللي تعرضوا لإصابات خطيرة في الراس. وفي نفس الوقت بدأت تيجي مكالمات كتير لبرنامج الأخبار، وواحد من المتصلين بيتكلم بطريقة غريبة جدا وبيقول إنه فخور بالجندي القاتل. والمتصل بيقول له إن هو جزء من جماعة اسمها الجيش الخفي واللي بتحارب النظام الظالم. ولما مذيع الأخبار ما صدقوش، المتصل هدده بالقتل، وإنه كمان هيقتل بنته اللي موجودة في غرفتها في سكن الجامعة دلوقتي. وبيبان إن الراجل عارف تفاصيل كتير عن القاتل، وعشان كده مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر يتبع المكالمة ويحدد مكان المتصل، وبيطلعوا بطيارة هليكوبتر مع فريق من القوات الخاصة عشان يقبضوا عليه. وكمان عرفوا إنه عضو في جماعة مؤيدة للسلاح اسمها الرابطة الوطنية للبنادق، وإنهم بيكرهوا الحكومة والليبراليين. وقدروا يعرفوا اسمه ويحددوا مكان عربيته وبدأوا يراقبوه. بس لامارك وإلينور ما كانوش مقتنعين إن القاتل واحد منهم، لأن القاتل الحقيقي الأرجح إنه شخص انطوائي ومش تابع لأي جماعة أو فكر معين. لكن ما كانش قدامهم غير إنهم ينفذوا أوامر رؤسائهم وأوامر الحاكم. بعد شوية الشخص المتصل وأصحابه نزلوا من عربيتهم ودخلوا محل، وهم بيضحكوا وبيتفخروا ازاي أهانوا مذيع الأخبار وخوفوا الشرطة. وإلينور وماك دخلوا وراهم بملابس مدنية عشان يراقبوا الوضع عن قرب. بعد كده إلينور بتحذر شوية مدنيين بهدوء، وبتكتب لهم على التليفون وبتطلب منهم يمشوا من المحل. بس بتتكشف لما راجل كبير ما بيفهمش كلامها وبيطلب منها تتكلم بصوت أعلى، وصوته بيشد انتباه واحد من زمايل المتصل واللي شك فيها على طول. في اللحظة دي بيوصل ظباط أكتر وطلعوا أسلحتهم ناحية المتصل وزمايله، وابتدى ضرب نار كتير بينهم. ومعظم زمايل المتصل اتقتلوا بالرصاص، وما فضلش غير راجل واحد بس حاول يضرب نار على الظباط بس اتصعق بمسدس كهرباء. وفي تطور صادم لما قبضوا على الراجل قال إن الموضوع كله كان هزار وإن مفيش حاجة اسمها الجيش الخفي. تاني يوم لجنة تأديبية بتتهم لامارك بعدم الكفاءة، وإنه أخد قرارات كتيرة غلط أدت لموت ناس كتير. ولامارك بيحاول يوضح إن ده ما كانش قراره، لكن رؤسائه بيصروا إن مسؤولية الحفاظ على نجاح التحقيق والسيطرة عليه تقع عليه هو لأنه المسؤول. وكمان بيقولوا إن لامارك هو اللي عين إلينور في القضية، برغم إن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان رافضها قبل كده وكان عندها تاريخ مع الإدمان. وبيحاول لامارك يدافع عن إلينور، بس واضح إن المسؤولين مش فارق معاهم المنطق لأنهم عايزين بس حد يتحمل الغلط. وبعد اجتماع طويل بينهم لامارك وإلينور بيتوقفوا عن العمل وبيتشالوا من التحقيق. ولما رجعت إلينور البيت كانت مصدومة جدا من اللي حصل وانهارت نفسيا. بس فجأة جات لها فكرة، وقامت بسرعة راحت تقابل رودني في نص الليل وواجهته بموضوع شغله في كذا شغلانة في نفس الوقت. وده معناه إنه كان بيوزع الشغل على ناس تانية تبعه، وممكن واحد منهم يكون هو القاتل ويكون عارف بموضوع الشقة المركونة اللي صاحبها عرضها للإيجار ومسافر النرويج. وفي الأول رودني أنكر كل حاجة، بس مراته بتزعقله وبتخليه يقول الحقيقة. وبتتصل إلينور على لامارك، وبيعترف رودني إنه كان بيشغل معاه مهاجرين ومجرمين سابقين ومشردين محدش بيرضى يشغلهم، والناس دي كانت بتشتغل بمرتبات قليلة وكان بيجيب لهم أكل كل يوم. وبيعرفهم إن واحد منهم اسمه دين، ودين ده كان نباتي ما بياكلش أي لحوم ولا منتجات ألبان. ولما رودني كان سأله ليه هو نباتي، دين قال له إنه كان بيشتغل في مجزر وبطل ياكل لحمة بعد كده. وقال رودني بتوتر إن طول دين ومواصفاته شبه الراجل اللي قتل الناس في المول التجاري. وأول ما سمعوا كلامه الضباط طلبوا فورا رسام يرسم صورة تقريبية لدين، ورودني ساعدهم يرسموا شكل دين. وبما إن في 3 مجازر بس في المدينة قرروا يلفوا عليهم كلهم في محاولة يائسة إنهم يلاقوا القاتل. وعرضوا الصورة على عمال كتير وسألوهم لو حد يعرفه، بس ما كانش حد عارفه. ولكن لحسن حظهم في واحد من المجازر ست كبيرة في السن عرفته على طول وقالت إن ده اسمه دين بوسي، وبتوصفه إنه شخص انطوائي ومجتهد وعمره ما عمل أي مشاكل. بس كان في مشرف في الشغل اسمه ألونسو كان بيتنمر على دين بشكل مستمر بسبب شكل راسه الغريب. وفي يوم أثناء آخر وردية ليهم في قسم الهمبرجر ألونسو مات بطريقة غامضة في حادثة بشعة.
ودين وقتها قال ان الونسو وقع بالغلط في مفرمة اللحمة، بس الكل كان عارف انه اتقتل عمد ودين هو اللي قتله. وبالتالي دين دخل السجن بتهمة القتل، بس خرج بعد السنتين فقط. بعد كده إلينور شافت ملفات دين وعرفت إن أبوه كان جندي في الجيش، وكمان هو اللي دربه على الرماية. واتضح إن خروجه المشروط من السجن كان بسبب اتنين من أصحاب أبوه في الجيش. وكمان عرفوا إنه اتضرب بالنار في دماغه وهو صغير، ورغم إنه عاش إلا إنه عانى من إصابة خطيرة في المخ وهو طفل. وكمان اكتشفوا إن دين ما عندوش أي كروت ائتمان باسمه، ولا عنده عنوان بيت ولا رقم تأمين اجتماعي، يعني كأنه مش موجود أصلا. بعد شوية وصلوا عند بيت أم دين، وإلينور كانت عايزة تكلم المحقق ماك عشان تطلب دعم، بس لامارك قال لها ما تعملش كده، لأن لو كلمت ماك مكتب التحقيقات الفيدرالي كله هيهجم على المكان وده ممكن يبوظ العملية. في اللحظة دي وصلت أم دين واسمها بوسي، وبدأوا يسألوها عن ابنها، وواضح إنها عارفة هو عمل إيه، بس رفضت تتعاون معاهم خوفا إنهم يقتلوه. بس لما لامارك طمنها إنهم عايزين يقبضوا عليه حي ومش عايزين يقتلوه، وافقت تدخلهم البيت. وبوسي قالت لهم إن آخر مرة شافت ابنها كانت من فترة، وقالت إن دين كان طفل سعيد وذكي، بس لما كان عنده 6 سنين أبوه ضربه بالنار في دماغه بالغلط وكان هيقتله، ودين نجا من الإصابات بس ما رجعش زي الأول. ولما كبر بدأ يكره العالم اللي حواليه وبقى منعزل اجتماعيا. وكمان قالت إن أبوه كان بيدربه عشان يدخل الجيش، بس اترفض لأنه ما كانش عنيف كفاية على الأقل وقتها. وبتلمح إلينور من الشباك كوبايتين شاي وقميص راجل متعلقين بره، وكمان بتلمح كوخ صغير بعيد وبتحاول تحذر لامارك، بس كان خلاص فات الأوان ودين بيضرب نار على لامارك من الكوخ وبيقتله. وبتطلب بوسي من إلينور ما تتحركش وإلا هتموت هي كمان، وإلينور بتفكرها بوعدها إنها تحافظ على حياة ابنها، فبتسألها بوسي إزاي هتعمل كده. وبتدي إلينور بوسي تليفونها ومسدسها، وبتطلب منها تقنع دين يسلم نفسه. بعد كده بوسي بتطلع بره وبتترجى ابنها يبطل يقتل الناس ويسلم نفسه، وبتقول له إن إلينور تقدر تساعده وإن تاريخه الطبي ممكن يخليه ما يدخلش السجن. بس لما دين ما بيردش عليها بوسي بتنهار وبتقرر تنتحر، وفعلا بتموت نفسها. وبعد ما دين بيشوف المنظر ده بيطلع أخيرا من الكوخ وهو حاسس بالندم، وبيدخل البيت وهو لسه ماسك السلاح. وبيقول لإلينور إن غضبه مش جاي من كره شخصي لحد معين، لكن الغضب اللي عنده بسبب إنه بيكره المجتمع الحديث جدا. وإلينور بترد عليه بهدوء وبتعرفه إنها فاهمة إحساسه، لأن هي كمان حست بحاجات شبه دي قبل كده. وبعد كلام طويل دين بيبدأ يثق فيها، وبيقول لها إنه هيروح ينام جنب أمه اللي ماتت، وبيطلب من إلينور إنها تضربه بالنار بعد ما ينام وتحرق جثته، لأنه مش عايز جثته تظهر في الأخبار. وإلينور بتوافق، بس بتظهر عربية شرطة بره، وده خلاهم هما الاتنين يتفاجئوا. بس دين افتكر إن إلينور خدعته فضربها بالبندقية بتاعته وسحبها على بدروم وربطها. وبره ضابط شرطة بيطلب منهم يفتحوا الباب، بس دين ضرب عليه نار وقتله، والظابط التاني بيطلب الدعم بس هو كمان بيتقتل. وبعدها بسرعة وصلت قوات شرطة أكتر وحاصروا المكان. وإلينور بتترجى دين إنه يوقف المجزرة اللي بتحصل، وبتطلب منه يفكها، وبتوعده إنها هتتصرف مع الشرطة وهتساعده. وبره الضباط بيقرروا يضربوا نار على البيت، لكن قبل ما يعملوا كده قنبلة بتتفجر قدامهم ودين هو اللي فجرها. وإلينور استغلت الفوضى وعضت دين في رقبته واتصاب إصابة شديدة، بس بدل ما ينتقم منها ما عملهاش حاجة وخرج وهو شايل البندقية. وإلينور قدرت تفك نفسها وطلعت بالعافية من البدروم، وقابلت المحقق ماك بره وقالت له إن دين مصاب بس لسه عايش. وفي نفس الوقت بيحاول دين إنه يهرب، وعربيات الشرطة بتنتشر في المكان. وفي الآخر بيلاقوه واقع على الأرض ورقبته بتنزف. ولما دين بيرفع سلاحه ببطء لآخر مرة الضباط بيفتحوا عليه النار وبيقتلوه. وفي المشهد الأخير إلينور بتقابل رئيسها وكمان كابلتون، وكان كابلتون مصر إن العملية كلها تفضل سر عشان الفضل كله يروح لمكتب التحقيقات الفيدرالي وده الحاكم. وكمان عرضوا عليها شغلانة محللة استخبارات في المكتب الفيدرالي مقابل إنها تسكت، بس إلينور بترفض تمشي على شروطهم، وبتطلب تكريم للمحقق مارك بعد موته، وإن يتم منحه وسام الشجاعة. وكمان قالت إنها عايزة تكون عميلة خاصة بدل ما تبقى مجرد محللة، ورؤسائها بيوافقوا على شروطها. خلصنا كده الفيلم التالت. الفيلم الجاي بيبدأ بتفصيلة صغيرة جدا لكنها كفاية إنها تكشف جريمة كاملة. يلا نبدأ. بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها ستيسي بيجي لها اتصال من جيف جوزها، ولما بترد على التليفون بتسمع واحدة بتقول أنا هفضحك وهعرفها كل حاجة، وفجأة بتسمع صوت ضرب نار والخط بيقفل. وبتترعب ستيسي وبتكلم جويل أختها تعرفها اللي حصل، وبتخاف تكلم البوليس لأن تليفونها مربوط بتليفون جوزها، وأيا كان الشخص اللي معاه تليفون جوزها هيعرف إنها طلبت رقم البوليس وهيقدر يعرف مكانها ويجي لها. فأختها بتتصل هي بالبوليس وبتروح لستيسي البيت، والمحققة مونجر بتوصل وبتعرف من ستيسي اللي حصل، وبتعرف توقيت المكالمة وكانت الساعة 7:30. وبعد شوية جيف بيوصل ومونجر بتسأله على تليفونه، فبيقول لها إنه مش لاقيه من الصبح، وبتخليه يحكي لها التسلسل بتاع يومه كان عامل إزاي وإمتى اكتشف إن تليفونه مش معاه. وبيقول جيف إنه خرج من البيت بعد الظهر وكان عنده اجتماع مع واحد من العملاء بتوعه في مطعم من الساعة 5 للساعة 6، وبعدها رجع مكتبه في الشركة وكان عنده اجتماع مع إيلين زميلته، وأعطى حاجته كلها للمساعدة بتاعته ودخل الاجتماع وخلصه الساعة 7. وإيلين مشيت من المكتب وهو فضل شوية والمكتب كان فاضي،
ولاحظ اختفاء تليفونه بعد ما إيلين مشت ب10 دقايق، فدور عليه في المكتب، ولما ملقاهوش رجع المطعم عشان يشوفه بس لقى المطعم قافل، فقام رجع بعدها على البيت. ومانجر بتقول لهم إنها تحاول تحدد المكان اللي اتعملت منه المكالمة ويعرفوا مكان التليفون. وبتروح جويل لجوزها أليك، وأليك ده هو كمان زميل جيف في شركة إدارة الأعمال اللي شغالين فيها، وبتحكي له اللي حصل. بعد كده ستيسي بتتكلم مع جيف، وبتقول له إنها فكرت إن الست اللي كانت في المكالمة هي إيلين زميلته في الشغل. والكلام بيدور بينهم، وبنعرف من كلامهم إن جيف خان ستيسي قبل كده مع إيلين، بس ده كان من زمان. وجيف بيأكد لها إنه مستحيل يخونها مرة تانية، وهو مفيش بينه وبين إيلين حاجة، لا هي ولا غيرها. تاني يوم بنشوف واحدة اسمها ميردس وهي بتبعت رسائل لجوليت صاحبتها، بس جوليت ما بتردش عليها. وبتكون ميردس فاتحة موقع الشركة اللي جيف بيشتغل فيها وبتقلب في قائمة الموظفين. أما جيف فبيروح المطعم وبيقابل هناك أليك جوز جويل، وأليك بيعرفه إنه ملقاش كاميرات داخلية جوه المطعم عشان يشوف بيها إن كان حد سرق تليفونه. أما ستيسي فبتقابل أختها بره وبتشك إنها متراقبة، لأنها بتشوف ميردس وهي مركزة معاها في الشارع، بس ستيسي ما بتكونش عارفة هي مين. بعد كده المحققة مونجر بتتصل على جيف في الشغل، وبتقول له احنا حددنا المكان اللي اتعملت منه المكالمة، والمكان في مدينة دنكن، انت تعرف حد هناك او رحتها قريب؟ فجيف بيقول لها اخر مرة زرتها كان من زمان وما اعرفش حد هناك. وايلين زميلته بتكون عنده في المكتب، وبتقول له انها موجودة لو احتاج اي مساعدة. وبتقول له كمان انها مش عايزة موضوع ان هي اللي اخذت الترقية اللي كانوا مترشحين لها هما الاتنين تعمل ضغائن ما بينهم. وبالليل بيوصل البوليس للبيت اللي اتعملت منه المكالمة، وبيلاقوا هناك جثة واحدة ست مقتولة بالرصاص. تاني يوم بيستدعوا جيف للاستجواب، وبيروح هو ومايك صاحبه واللي هو برضه المحامي بتاعه، وبيتسأل جيف شوية أسئلة وبعدها بيسيبوه يروح. بس جيف بيكون خايف وبيقول لستيسي إنهم شاكين فيه، وهو خايف لأنه ما عندوش حجة غياب وقت ارتكاب الجريمة، لأن المكالمة حصلت الساعة 7:30، وفي الوقت ده هو كان رايح المطعم عشان يشوف التليفون بس ما عندوش دليل على الكلام ده. تاني يوم الخبر بينتشر في الأخبار، والجثة بتكون لواحدة ست اسمها جولييت، وجولييت دي هي اللي ميردس كانت بتبعت لها رسائل. وستيسي وجيف بيشوفوا الخبر وبيشوفوا صورة جولييت، وبتصعب عليهم إنها ماتت بالطريقة دي. بعد كده جويل بتروح لستيسي عند واحد من البيوت اللي بتبيعهم، لان ستيسي شغاله سمسارة عقارات، وجويل بتعزمها على العشاء النهارده هي وجيف. وستيسي بتقول لها انا هاجي، بس جيف خارج مع واحد صاحبه. وميردس بتكون بتراقبه من بعيد. وبالليل في بيت جويل بتكون موجوده بتتعشى هي واليك وجوزها وستيسي، وكمان معاهم شون ابن اخوه، وشون ده كمان بيشتغل معاهم في نفس الشركه. وبعد شويه شون بيمشي، واليك بيسال ستيسي عن تطورات القضيه، بس جويل بتقفل على كلامه عشان ما يضايقش ستيسي، وبتقول له وريها صورنا في اخر رحله لينا. فبيجيب لها التابلت وبتشوف صور الرحله، بس وهي بتقلب في الصور بتلاقي مجموعة صور قديمة، ومن ضمنهم صورة لجيف مع جولييت. فبيستغربوا كلهم، وأليك بيقول أنا لما شفت صورتها في الأخبار كنت بشبه عليها، وافتكر إن الصورة دي كانت في مؤتمر السنة اللي فاتت تبع الشركة، وجولييت كانت واحدة من عملاء جيف في الشركة. فبتقوم ستيسي بسرعة وبترجع البيت عشان تواجه جيف وتعرف ليه خبى عليها إنه يعرف جويل. ولما بتروح البيت بتوري له الصورة، فبيقول لها جيف أنا فعلا كنت أعرف جولييت، أنا كنت ماسك لها شغل الشركة بتاعتها، والشغل بينا خالص من كام شهر. ولما شفت صورة جثتها في الأخبار وعرفت هي مين اتجمدت في مكاني ومعرفتش أعمل إيه، وخفت أقول لأي حد إن أعرفها عشان ما أكونش مشتبه بيه في القضية. وسيسي بتشك فيه إنه كان على علاقة بجولييت، فهو بيأكد لها إن ما كانش في بينهم أي حاجة، والصورة دي كان بيسلم عليها مش أكتر. وستيسي بتصدق كلامه. تاني يوم في الشركة جيف بيقابل إيلين وهو راجع من اسم الشرطة بعد ما حققوا معاه بخصوص جولييت، لأنهم عرفوا إنها كانت عميلة عندهم في الشركة. وإيلين بتكون رايحة هي كمان الاسم لأنهم استدعوها. وبتسأل جيف هو قال إيه بالظبط للشرطة، وبتقول له إحنا لازم نتفق هنقول إيه، لأن أنا وأنت ما عندناش حجة غياب وقت الجريمة. وجيف بيستغرب وبيقول لها نتفق ليه؟ إحنا ما فيش ضدنا حاجة. فإيلين بتقول له لا ما فيش حاجة، أنا بس متوترة، وبتسيبه وتمشي. أما ستيسي فبتكون مع أختها جويل، وميردس بتجيب رقم ستيسي من الموقع بتاعها وبتتصل بيها، وبتقول لها أنا صديقة جولييت وعايز أقابلك بالليل، هبعت لك عنواني في رسالة. وبترجع سيسي للبيت، ولما جيف بيرجع من الشغل بيشوف الرسالة اللي مبعوتها من ميردس بس ما بيتكلمش. وبيحكي لستيسي انهم في الاسم فضلوا يستجوبوه، وهو حكى لهم انه كان يعرف جولييت بس هم اصلا كانوا عارفين. وبيقول لها مايك صاحبي عزمني نلعب جولف سوا النهارده، انا هاخد حاجتي واروح له. وبالليل بتروح ستيسي بيت ميردس، وبتلمح حد بيجري في الضلمه وخارج من البيت، فبتدخل بسرعه تشوف ميردس وبتلاقيها واقعه على الارض ومضروبه، وبتتصل بالبوليس والاسعاف. بس ميردس بتكون خلاص بتطلع في الروح وبتقول كلمه روبرتو رومانا، وبعد لحظات بتموت. بتروح ستيسي لاختها بعد ما البوليس بيوصل، وبيحكي لها اللي حصل، وبتكونش عارفه توصل لجيف. بتقول لها انا بحثت عن كلمه روبرتو رومانا وطلع انه مطعم بيتزا قريب من بيت جولييت. بترجع سيسي بيتها وبتلاقي جيف موجود، وبيسالها عملت ايه مع ميردس، انا شفت رسالتها على تليفونك. وستيسي بتقول له رحت لقيتها مقتوله، انت كنت فين؟ انا كلمت مايك عشان اوصل لك بس قال لي انك لغيت موضوع الجولف، كنت موجود فين؟ وجيف بيقول لها انا كنت متوتر ففضلت الف بالعربيه بس واضيع وقت. وستيسي بتكون شاكه فيه، وبتقول له كده واحده كمان اتقتلت وانت ما عندكش دليل يثبت برضه كنت فين وقت ارتكاب الجريمه، وبتسيبه بتطلع تنام في اوضه الضيوف. تاني يوم بتروح المطعم وبتقابل سيلينا الجرسونه، وبتوري لها صوره جولييت، وبتعرف منها ان جولييت كانت بتيجي هنا على طول،
وساعات كانت بتيجي مع واحد شكله كده تقريبا حبيبها. وفي مرة جت مع واحدة ست وزعقوا مع بعض، وستيسي بتوري لها صورة ميريديث وجيف، فبتقول لها سيلينا لا مش هي دي اللي زعقت معاها، انا ما شفتش جولييت مع الست دي قبل كده. اما جيف فبتكونش متأكدة من شكله، لان الشخص اللي كان بيجي مع جولييت كان على طول بيلبس طاقية كبيرة ومغطية وشه. في الوقت ده عند جويل قالك كان بيحكي لها عن الاشاعات اللي بقت ماليه الشركه، والموظفين بيقولوا ان جيف كان على علاقه بجولييت لانها كانت دايما بتجيب له هدايا وبتعزمه على الغداء، وكانت بتروح وراه اي مؤتمر يروحه. وهي كمان اللي طلبت ان جيف بالتحديد هو اللي يمسك ملف شركتها بدل إيلين. وفي الشركه إيلين بتدخل مكتب أليك عشان تجيب منه ملف، وبتلاقي شون بيستخدم الكمبيوتر بتاعه، وشون بيقول لها أليك سمح لي ان اخلص شويه شغل على الكمبيوتر بتاعه. وإيلين بتجيب جيف مكتبها وبتحكي له ان كان في مشكله بينها وبين جولييت، وبتقول له انا لما كنت ماسكه ملف شركتها عملت غلطه في الحسابات، ولما هي عرفت اتهمتني ان عايزه ابوظ شركتها، بس انا ما كنتش اقصد. وساعتها كنت انا وانت مترشحين للترقيه، وانا ما كنتش عايزه اي حاجه تاثر على سمعتي وتضيع مني الترقيه. فعرضت عليها مبلغ كبير عشان تسكت وما تتكلمش، بس هي رفضت وطلبت ان انت اللي تمسك ملف شركتها بدالي. بس دلوقتي البوليس معاه اللابتوب بتاعها وتليفونها، واكيد هيعرفوا بالمشكله اللي كانت بينا، وانا عايزاك تساعدني. وجيف بيتعصب وبيقول لها انت ازاي عندك المعلومات دي وسايباني اكون مشتبه بيه في القضيه؟ كلامك ده كان ممكن يبرئني. ورفض انه يساعدها ويداري عليها، وقال لها انه هيبلغ البوليس بالكلام ده. وإيلين بتتعصب عليه وبتقول له كان لازم توافق اننا نتفق على حجه غياب لينا احنا الاثنين، وكان ساعتها الموضوع كله هيخلص. بعد كده بيحكي جيف لأليك الحوار اللي دار بينه وبين إيلين. وعند ستيسي اختها بتكون معاها في البيت، بتطلب منها هارد كمبيوتر زياده كان عندهم، وسيسي بتقول لها هتلاقيه موجود في مكتب جيف. وبتدخل جويل تدور على الهارد، بس بتلاقي تليفون جيف اللي قال انه ضايع منه، وكمان بتلاقي مسدس في درج مكتبه. تنده لستيسي بتوريهم لها وبيبلغوا البوليس. والمحققة مونجر بتجيلهم وبتاخد التليفون والمسدس، وبتقول لهم لغاية دلوقتي مفيش حاجة على جيف لغاية ما يطبقوا فارغ الرصاص اللي لقوه في بيت جولييت ويقارنوه بالمسدس بتاع جيف، ويعرفوا إن كان هو ده سلاح الجريمة ولا لأ. وفي نفس اليوم المحققة مونجر بتروح لجيف الشغل وبتقول له على التليفون والمسدس، وجيف بيتفاجئ إنهم لقوا الحاجات دي في مكتبه، وبيأكد لها إنه عمره ما شال مسدس، والتليفون ما يعرفش وصل لمكتبه إزاي. ومونجر بتقول له كل حاجة هتبان، بس لغاية التحقيقات ما تخلص ما تسافرش بره البلد. وبيرجع جيف في البيت، وسيسي بتكون متعصبه منه انه مخبي عليها ان عنده مسدس، وبتساله لقى التليفون ازاي. وجيف بيأكد لها ان اكيد في حد عايز يوقعه وهو ملوش علاقه بالتليفون والمسدس، بس هي ما بتصدقوش لان في ادله كتير ضده واخرهم التليفون والمسدس. وبتقول له من الافضل انه يسيب البيت فتره لغايه ما الموضوع يخلص، وفعلا بياخد هدومه ويمشي. وبالليل بيرجع جيف في البيت وبيدخل على ستيسي وهي نايمه، وبيمسك مخدها وبيكون لسه هيخنقها، بس هي بتصحى وبتشوفه وبيقول لها انت خلاص كشفتيني، انا ما كانش قدامي حل غير ان اقتل جولييت، لانها هددتني انها هتقول للناس على علاقتنا، وكان لازم اخلص من ميريديث عشان ما تقولكيش اي حاجه. وسيسي بتحاول تهديه وبتقول له انا هداري عليك، احنا بنحب بعض وانا مش هقول لحد على اللي حصل، انا بس عايزه فتره استوعب وكل حاجه هترجع زي ما كانت. وبتحضنه عشان تهديه، بس فجاه بتزقه وبتحاول تهرب بره البيت، بس هو بيلحقها وبيفضل يخنقها. وفجاه بتصحى ستيسي من النوم وبيطلع انها كانت بتحلم، بس بتلاقي جيف موجود جنبها وماسكها، بيقول لها انت كنت بتحلمي بكابوس وانا كنت بحاول افوقك. وسيسي بتخاف وبتجري منه، وبيحاول يفهمها هو ايه اللي جابه، وبيقول لها انا كنت جاي اخد شنطتي بتاعه الشغل وبعتلك رساله على التليفون اعرفك اني جاي. والبوليس بيجي البيت وبيقبض عليه لان المسدس اللي لقوه في مكتبه طلع هو نفس المسدس اللي اتقتلت بيه جولييت. وستيسي بتشوف تليفونها وبيكون فعلا جيف بعت لها رساله قبل ما يجي. تاني يوم ستيسي بتحكي لجويل ومادلين امها على اللي حصل، وبتكون متلخبطه ومش عارفه تصدق الادله اللي ضد جيف ولا لا. ومادلين امها بتقول لها انتوا بتحبوا بعض وانت عارفه انه مستحيل يقتل، يبقى لازم نفضل واقفين جنبه لغايه المحنه دي ما تعدي. ومايك المحامي بيتصل على ستيسي وبيقول لها ان جيف لسه هيتعرض على القاضي، وهو اللي هيحدد ان كان هيفضل محبوس لغايه التحقيقات ما تخلص ولا ممكن يخرج بكفاله. ولو انت جيتي وشهدتي بحسن سلوكه في المحكمه ممكن ده يحسن موقفه قدام القاضي. وبيطلب منها تروح له المكتب عشان يعرفها بتطورات القضيه. ولما بتروح له بيوريها ورق القضيه وصور المسدس، وبيكون في صوره جوانتي البوليس لقاها في الحديقه بتاعه بيت ستيسي وجيف، وكان على الجوانتي اثار بارود. والمحققين معتقدين ان جيف كان لابسه عشان البصمات، ولما قتل جولييت ترجع البيت وقلع الجوانتي قبل ما يدخل. وستيسي بتقول له احنا لازم نعرف الجوانتي ده مصنوع من ايه. جيف مستحيل يكون هو اللي قتل، لان جيف عنده حساسيه قويه جدا من اغلب انواع الاقمشه وبالذات البوليستر، ومستحيل يلبس جوانتي. احنا اصلا هدومنا كلها بنجيبها مخصوص من انواع قماش محدده جدا عشان الحساسيه. بعد كده في نفس اليوم مايك بيتصل على ستيسي وبيقول لها ان الجوانتي طلع من البوليستر، وان دي حاجه في صالح جيف، بس لازم برضه ننتظر تحليل الدي ان ايه ونشوف ان كان في عينه من جسم جيف في الجوانتي ولا لا عشان نقوي موقفنا. ابعتيلي رقم الدكتور اللي جيف بيتابع معاه عشان لو احتاجناه للشهاده في القضيه. وبيعرفها ان جلسه الاستماع بتاعه جيف اتحددت النهارده، وهيستفاد جدا لو حد قريب منه شهد في المحكمه لصالحه. وسيسي بتقول ان طالما جيف بريء يبقى اكيد في حد بيحاول يلبسه الجريمه، وبتقرر ترجع لمطعم البيتزا وتعرف معلومات اكتر عن جولييت من سيلينا الجرسونه. ومادلين امها بتروح هي جلسه الاستماع في المحكمه. بعد كده جويل بتتصل على ستيسي
وبتقول لها ان جيف خرج بكفاله وامهم هي اللي دفعتها وضمنته، بس هيفضل قاعد في بيتها وهيركبوا له جهاز مراقبه في رجله، ولغايه القضيه ما تخلص مش مسموح له يخرج من بيت مادلين لان هي اللي ضمنته. واليك بيكون موجود وجويل بتعرفه بموضوع الجوانتي وان موقف جيف بيتحسن في القضيه. وستيسي بتقابل سيلينا وبتقول لها الست اللي اتخانقت مع جوليت هي دي، وبتوري لها صوره إيلين، وسيلينا بتقول لها ايوه هي. ولما بتخرج بتتصل على جويل، وبتكون جويل بتحضر شنطتها مع أليك عشان تروح تقعد عند ستيسي الفترة دي. ستيسي بتعرفها اللي وصلت له، وبتعرفها انها هتروح بكره الشركة وتقابل إيلين وتواجهها باللي عرفته، ومش هينفع تروح النهارده لانها لازم تروح تقابل زبون في البيت اللي في منطقة مارشال عشان يشوفه ويشتريه. وبالليل بتروح ستيسي للبيت اللي هتقابل فيه الزبون، بس تسمع صوت حد بره البيت فبتخاف وبتستخبى في الدولاب. وبعد شوية بيتر الزبون بيوصل والشخص اللي كان في البيت بيهرب، وستيسي وبيتر بيبلغوا البوليس. وبعد كده بترجع ستيسي بيتها، وتاني يوم بتروح القسم عشان تعرف ايه التطورات بخصوص الشخص اللي كان في البيت امبارح. ولما بترجع بيتها بتقول لجويل ان البوليس ما يقدرش يحدد ان نفس الشخص اللي دخل وراها البيت امبارح هو الشخص اللي قتل جولييت، وممكن يكون حرامي عادي وانها محاولة سرقة عادية وفشلت. بتتصل على جيفي في التليفون وبتطمنه انها مش هتسيبه وهتثبت براءته. وبتروح بالليل عند إيلين في الشركة وبتسألها عن علاقتها بجولييت، وإيلين بتحكي لها نفس الكلام اللي حكته لجيف، وبيطلع عن المرة اللي زعقت فيها مع جولييت في المطعم كانت لما عرضت عليها الفلوس. وسيسي بتقول لها بس لو الموضوع كده فقط ايه اللي هيخوفك للدرجات دي انك تقولي للبوليس؟ دي مشكله صغيره ما تخليكيش تخافي انك تعرفي البوليس، اكيد في حاجه تانية. فإيلين بتقول لها من فتره جولييت كلمتني وكانت عايزه تاخد الفلوس اللي عرضتها عليها زمان، واتفقنا ان احنا نتقابل في المطعم واديلها الفلوس، والميعاد اللي اتفقنا عليه كان تاني يوم بعد اليوم اللي اتقتلت فيه. فعشان كده ما اقدرش اتكلم واقول للبوليس حاجه لانهم ممكن يتهموني اني قتلتها عشان ما اديلهاش الفلوس. وعشان كده عرضت على جيف اننا نظبط حاجه غيابنا مع بعض بس هو رفض. وبيجي لسيس رساله من شون بيقول لها انه لازم يتكلم معاها ضروري. في الوقت ده جويل بتكون في بيتها وبتستعد عشان تخرج هي وأليك مع بعض، وشون بيتصل عليه بس هو ما بيردش، وبتخرج جويل تسخن العربيه لغايه ما أليك يجهز. وسيسي بتتصل بيها وبتحكي لها على مقابلتها مع إيلين، وبتسالها ان كان شون اتصل عليهم لانه بعت لها رساله وعايز يكلمها ضروري. في الوقت ده أليك بيكون بيتكلم مع شون في التليفون وبيقول له ما عندش تتصل عليا وانا موجود مع جويل. ولما جويل بتركب العربيه المكالمه اللي أليك بيعملها بتنتقل العربيه عن طريق البلوتوث لان التليفون مربوط بتليفون مراته وكمان بالعربيه، والعربيه بتنقل المكالمات لما تليفون حد منهم يكون موجود جواها. وبتسمع جويل وستيسي المكالمه، وشون بيقول لأليك انا وافقت احط التليفون والمسدس في بيت جيف لانك قلت لي ان ده الحل الوحيد، بس انا ما كنتش هعرف ان ده تليفونه اللي اتسرق، وما اعرفش كمان ان المسدس ده هو سلاح الجريمه اللي انت قتلت بيه جولييت عشيقتك. وأليك بياخد باله ان المكالمه انتقلت للعربيه وبينزل عند جويل بسرعه، وبيقول لها شون بيخرف وما هوش عارف بيقول ايه، تعالي بس معايا البيت وانا هشرح لك. وجويل بتكون خايفه تيجي معاه فبيطلع مسدسه وبيسحبها للبيت. وبعد شويه شون وستيسي بيوصلوا عندهم، وستيسي بتقول لأليك انا خلاص بلغت البوليس وقلت لهم كل حاجه وعرفتهم انك قتلت جولييت وميريديث. وأليك بيحاول ينكر بس شون بيقول له هي معاها حق، انت اللي قتلتهم وحاولت في الاول تخفي سلاح الجريمه. واللي حصل ان أليك طلب من شون انه يخبي التليفون والمسدس في بيت جيف من غير ما حد ياخد باله، وفهمه انه واقع في مشكله ولازم يخبي المسدس والتليفون فتره، بس ما فهموش دول بتوع ايه. وضغط على شون عشان يوافق لانه خدمه كتير قبل كده ونجاه من السجن لما زمان خبط واحد بالعربيه وهو سكران. وبيقول شون انا دخلت على الكمبيوتر بتاعك وعرفت انك كنت في علاقه مع جولييت وانت اللي قتلت ميريديث لما عرفت انها ناويه تقابل ستيسي وتعرفها ان جولييت كانت في علاقه معاك. وطبعا انت لما لقيت ان ستيسي بتدور في الموضوع عشان تبرئ جيف قررت تقتلها هي كمان، ورحت للبيت اللي هي بتبيعه عشان تقتلها بس ما عرفتش. وشون بيهجم عليه وبيمسك منه مسدس وهما بيشدوا من بعض تطلع طلقه وبتيجي في كتف شون، وسيسي بتوقع المسدس من ايد أليك وبتاخده منه وبتهدده بيه. وأليك بيحاول يبرر اللي عمله وبيقول ان جولييت كانت ناويه تفضحه وكان لازم يسكتها. وسيسي بتقول له ليه ورطت جيف في القضيه؟ وشون بيقول لها أليك اكيد عمل كده لان أليك دايما كان غيران انه في منصب اقل من جيف وعايز ياخد المنصب بتاعه. وأليك بيقول انا ما كنتش اقصد اورطه. واللي حصل ان جيف دخل على أليك المكتب عشان ياخد منه شويه ملفات وساب تليفونه على المكتب ومسك الملفات، وأليك كان بيلم حاجته واخد تليفون جيف بالغلط. وأليك خلاص كان مقرر انه هيقتل جولييت في اليوم ده، فلما لقى تليفون جيف معاه جت في باله فكره انه يورط جيف في الجريمه عشان يتسجن وياخد منصبه. بعد كده البوليس بيوصل بيقبض على أليك، وبعد فتره أليك بيتسجن وجيف بيطلع براءه. خلصنا كده آخر فيلم. في النهاية كل فيلم فيهم قدم جريمة بشكل مختلف، لكن الحقيقة واحدة، مفيش لغز بيتحل بسهولة والقاتل هو آخر حد تتوقعه. السؤال ليك، أي فيلم فيهم عجبك أكتر؟ وأي تحقيق حسيته كان الأقرب للحقيقة؟ ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشاركنا رأيك في التعليقات، واشترك معانا في قناة فيلم على الفرازة عشان الأفلام الجاية هتكون أفضل وأقوى.